السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد النهاردة مع حلقة جديدة من مسلسل وشينزو زي ماتيريال ماستر. قبل ما نبدأ تعالوا بينا نفتكر أهم أحداث الحلقة اللي فاتت. رجع شين فينج بعد ما عرف اللي عمله تشي تشين مع أخوه شين فين، وكان عايز ينتقم منه لأخوه، وقال إنه لازم يقتل تشي تشين قبل ما يروح لبركة روح الدماء. وراح الأول حاول مع الإمبراطور علشان يخليه يلغي رحلة تشي تشين للبركة، بس الإمبراطور قال له إنه مش هينفع يرجع في كلمته خالص. فمشي شين فينج وراح لساحة القتال في المدينة، وقف اتحدى تشي تشين، بس تشي تشين ما راحلهوش وراح لدار الطب، اخد منهم الاعشاب اللي طلبها منهم وحضر اكسير جودته عاليه جدا، وما استناش حتى لما يرجع لبيته ودخل اوضه وقعد يتدرب وبقت قوته كبيره جدا. ويا دوب رجع لبيته لقى الامبراطور بعت اخده علشان يروح لبركه روح الدم، وما كانش لوحده في الرحله دي، كان راح معاه شين فينج وشانج ومتدربين تانيين. وبعد رحله مليانه بالمخاطر وصلوا اخيرا للبركه واتجمعوا مع مجموعات العائلات الخمسه الكبيره، وكل قائد عيله حط الرمز اللي معاه ونجحوا في فتح البركه. ودخل المقاتلين كلهم وكل واحد استنى في ميه البركه على حسب قدره تحمله. كل خرج ما عدا تشي تشين، وكان القائد خايف عليه ليكون مات لانه اتاخر جدا. ده بقى كان ملخص سريع للحلقه اللي فاتت. لو عاوز تشوفها هي والحلقات السابقه هتلاقي لينكها في صندوق وصف الفيديو، اتفرج عليها بترتيبها وارجع لحلقه النهارده علشان تفهم الاحداث ماشيه ازاي. وما تنساش اللايك والشير لكل الحلقات اللي فاتت والحلقه دي اللي هنبداها على طول. فجاه بقى خرج لهم تشي تشين، محدش فين كان مصدق المستوى اللي وصل له، وفرح الجنرال جدا بيه، وقفل الجنرالات الخمسه بوابه بركه روح الدم وخرجوا من الكهف. ولان الوقت كان متاخر فخيموا في مكان كلهم جنب بعض. والبنت اللي شافت تشي تشين في المكان الخاص بالبنات كانت متضايقه منه جدا، ومن كتر الغضب كانت ممكن تاذيه، وتخيلت انه قدامها وفضلت تطعنه بسيفها. في الرحله الشاقه دي دخل الكل نام ما عدا تشي تشين اللي قعد على سريره وفضل يتدرب. ولما وانج شافه ساله هو ليه اتاخر في البركه، كان بيعمل ايه كل ده. شرح له تشي تشين بشكل عملي انه كان بيزود طاقته وبيركز القوه في ايده. وتاني يوم من بدري اتجمعوا كلهم على صوت القائد الكبير المسؤول عن منافسه البركه، وشرح لهم ان المنافسه هتكون في 3 مراحل. اول مرحله لازم يقضوا اكتر من 5 ايام في غابه مليانه بالوحوش المفترسه، ولازم يقتلوا الوحوش اللي مستواها عالي جدا، ولازم برضه ياخدوا الكريستالات بتاعتها. وعرف واحد من المشتركين ان القائد يقصد بكلامه ده الوحوش اللي في مستوى الجحيم، وقال له ان دي حاجه صعبه جدا. رد عليه القائد ان نهايه الاختبار هيشوفوا كل واحد معاه كام كريستاله بغض النظر عن انه قتل كام وحش. طبعا اللي قالوا ده هيتقاتلوا كلهم مع بعض علشان يسرقوا بعض. وزع القائد عليهم يشم انقاذ وقال لهم لو اي حد حس ان حياته في خطر وعايز ينسحب يطلع اليشم ويكسره، هيلاقي نفسه خرج بره المسابقه على طول، بس ده كمان هيبقى معناه انه فشل في الاختبار. فتح لهم البوابه اللي نقلتهم جوه الغابه، كل واحد منهم في مكان لوحده. واول ما تشي تشين وصل طلع سيفه واستنى الوحوش، وبالصدفه جه في نفس المكان مقاتل تاني. واول ما شاف تشي تشين فرح جدا، وده لان القائد بتاعه وصى مجموعته كلها انهم يقتلوا افراد مملكه تشي وهيبقى لهم كنز كبير. هجم المقاتل على تشي تشين بهجمات نار حرق بيها المكان كله. كان فاكر انه خلص على تشي تشين، انه فجأة طلع له وهو سليم ومش متأثر بأي حروق ولا جروح، وقال انه الدور عليه ان هو كمان يهجم. فضل يهدف على المقاتل سيوف حلقية بيها شعره الطويل. خاف المقاتل واترعب علشان يهرب من تشي تشين، طلع يشمل الانقاذ بتاعه واستخدمه وانسحب من المسابقة كلها. حتى شين فين هو كمان كان كل همه انه يوصل لتشي تشين. مسك وحش على شكل فار صغير وسيطر عليه وطلب منه يدور في الغابة كلها على تشي تشين ويعرف له مكانه. ولده والقائد وجنرالات العائلات واقفين عند بوابة الدخول علشان يطمنوا على طلابهم. وبدأ المقاتلين المصابة تخرج ونقلوهم للعلاج. والجنرال تابع تشي تشين لقى 2 خرجوا وقالوا له انه جو بينج مش بيصطادوا وحوش لكن بيصطادوا الطلاب. اتضايق الجنرال جدا من الكلام ده، بس الجنرال عيلة جو بينج قال له ان كل حاجة متاحة في المسابقة، وكان فخور جدا بالطالب بتاعه. بنرجع تاني جوه الغابة وبنشوف تشي تشين بيتمشى في الغابة وشاف واحد بيصطاد وحش ولسه بيهنيه على الوحش اللي اصطاده. فالمقاتل منه هرب وسابه تشي تشين وكمل طريقه. ولقى طالب قتل طالب تاني وبيعذبه حتى بعد ما مات. فقال له تشي تشين ازاي ما يبقاش عنده رحمه بالشكل ده. طلب منه الطالب ده انه يخليه في حاله والا الدور هيبقى عليه وهيقتله هو كمان، لان هو ده قانون الغابه. وضحك تشي تشين وطلب منه يبدا بالهجوم، وفعلا هجم عليه الطالب ده بسيفه بكل قوته واستخدم مصفوفه السيف الذهبي. وقال له ان امبراطوريه تشي كلها ملهاش لازمه، وضرب الارض بسيفه وقع شجر عملاق من الموجود. وجري تاني بسيفه على تشي تشين فصد تشي تشين السيف وضربه لحد ما جرحه، وبرضه ما سابهوش وفضل يضربه. فطلب منه المقاتل ان يسمعه الاول، طلب منه يسيبه يمشي، وطلع ضوء قوي رماه في وشه وهرب وهو بيضحك ضحكه خبيثه انه قدر يخدعه. بس اتفاجئ بسيف تشي تشين وهو بيخترق ظهره وبطنه ووقع في الارض، وقال ان كل شخص في مملكه تشي هيموت ومفيش حد منهم هينجو. فمسكوا تشي تشين وحدفوا على الجبل، قضى عليه خالص، وقال في نفسه ان لازم يقتل اشخاص مملكه وي اللي المقاتل ده كان منهم علشان ما يأذوش حد من اصحابه. والسيف اتحدف عليه وكان من البنت بتاعت مشكله البركه، وقالت له انها عايزه تشوف هيهرب منها ازاي. قال لها انه ما كانش قاصد يقتحم جزء البنات واللي حصل كان مجرد
الحادثه، بس برضه هي ما صدقتهوش وحاولت تقتله، ولسه بيقسم لها قطعته وقالت انه انسان مش كويس، وفضلت تحاول تصيبه واستخدمت مصفوفه الالف سيف. سخر منها وقال لها انها مش قويه كفايه علشان تقدر عليه، وطلع سيف عملاق من معاه وهاجمها بيه وسابها تصده ومشي، فاستغربت انه مشي مع انه كان يقدر يأذيها، فطلعت جهاز تحديد المكان. قالت ان والدها هو اللي ادالها الجهاز ده علشان يساعدها، لان دي اول مره تحضر فيها الاختبار ده، لكن ما عرفتش توصل لمكان تشي تشين، وده لانه كان ماشي في نفس اتجاه طائر شافه في السماء. وبعد ما بعد شويه لقى الاميره ظهرت وكان معاها مقاتلين مملكه تشي وسابهم ومشي. هما جري وراه علشان يكملوا طريقهم كلهم معاه، حتى الاميره مسكت ايده وطلبت منه يستنى معاهم، بس هو سحب ايده وفكرها لما حاولت تقتله. دخلت باي جينج في الكلام وقالت لتشي تشين ان مقاتلين مملكه وي في كل مكان وعايزين يقتلوهم، والاحسن انهم يحموا بعض. فوافق وكملوا كلهم الطريق مع بعض. وقال هوانج زان ان تشي تشين مشي معاهم لانه خايف من شين فينج اللي بيتوعد له، فاتضايق تشي تشين وكان هيقتله، لولا ان الاميره اتدخلت ومنعتهم وطلبت من هوانج زان انه يبطل حركات الاطفال دي لانه العدو مستني لهم اي غلطه. ووقفت باي جينج هي كمان هدته وعرفتهم على نفسها وعلى هوانج زان، وقالت ان اللي حصل مجرد سوء تفاهم والافضل انهم يبداوا من جديد. ومشيت مع تشي تشين وطلبت منه ما يتضايقش ولا يزعل من الكلام ده. طلب منها تقول له مستر مش باسمه على طول لانه عبقري اكاديميه تيانجيان. وهما ماشيين ظهر لهم وحش عملاق وقوي، فقتلوا هوانج زان واخد الكريستاله بتاعته، وظهر سرب من نفس الوحش ده فقتلهم برضه هوانج زان واحد تاني، وكان فرحان بنفسه جدا. وفجأة ظهر وحش شرس طار ونزل في اتجاه هوانج زان. اترعب هوانج زان وما كانش عارف يتحرك من مكانه من الخوف، فجرت الأميرة وبعدت عنه الوحش بسيفها، كسرت له نابه وجريت عليه ضربته تاني، فخاف الوحش وهرب. وقف تشي تشين يضحك على هوانج زان، ومن كتر احراج هوانج زان منه كان عايز يقتله، بس وقف الباقيين يهدوه، وبرضه اصر هوانج زان انه يضايقه. ولما قال له تشي تشين انه كان الاولى بيه انه يضايق الوحش اللي اترعب منه، حس هوانج زان بالاهانه وطلع سيفه وجري ورا الوحش علشان يقتله، وكان الكل خايف عليه فمشوا وراه. وصل هوانج زان لعشيرة الوحش كلها وكان فيها آلاف الوحوش جريوا وراه، وللأسف وصلوا لتشي تشين والباقيين واتلفوا حواليهم وحوطوهم من كل مكان. وجريت الأميرة مسكت هوانج زان ووقفته معاهم، وكان كل ما وحش يقرب منهم يقتلوه. وقالت لهم الأميرة إن الوحش قائد العشيرة واقف وراهم، ولو قدرت تقتله كل العشيرة هتخاف وتهرب وهيبقى في فرصة إنهم ينجحوا. وطارت لحد ما وصلت للوحش ووقفت قتلته، بس كان عدد الوحوش كبير جدا ومرعب، ومع ذلك وقفوا قتلوهم لأن ما كانش في حل تاني. وللأسف الجرح الأمير هوانج زان أكتر من جرح، وللأسف الأميرة كمان اتجرحت وكانت مش قادرة تقاوم أكتر. فقالت لهم باي جينج إنها هتروح لها تنقذها، وطلبت منهم يخلي بالهم من نفسهم، وطارت لها وحاولت إنها تبعد الوحش عنها، بس الوحش برضه في النهاية هجم تاني على الأميرة وما قدرتش تصده. اما تشي تشين فاتجمع عليه 5 وحوش وهجموا عليه، لكنه جري بسرعه البرق حواليهم وعمل تشكيل موت الجحيم وقتلهم كلهم في نفس اللحظه. وكان الكل مش مصدق مهارته وقوته، وجري بعدها على قائد العشيره لفت انتباهه ليه بعده عن الاميره وجرحه بسيفه. فوقف الوحش زقر واستدعى كل وحوش فصيلته علشان يساعدوه، وحاولت الاميره انها تقتله علشان تسكته وتنقذ نفسها من الموقف ده، بس ما قدرتش وصدى صوت الوحش بعدها. فجري تشي تشين لحقها قبل ما تقع ووقف قاتل الوحش تاني وركب على ظهره وغرس سيفه في راسه. جريت الاميره معاه ساعدته لحد ما قتلوه وخلصوا منه، ولسه هيقفوا يرتاحوا كان باقي وحوش العشيره وصلوا. جري تشي تشين حواليهم وقضى عليهم كلهم، وطلبت الاميره من الباقيين انهم يجمعوا الكريستالات من الوحوش. ووقفت شكرت تشي تشين لانه انقذ حياتها، وسالته عرف منين ان نقطه ضعف قائد عشيره الوحوش في نص راسه. قال لها انه قرا كتاب عن نقاط ضعف الوحوش، وهما بيتكلموا سمعوا صوت حد بيقرب منهم، فوقفوا استعدوا للقتال. وظهر لهم مجموعه مقاتلين كتيره من مملكه وي على راسهم جاو هينج، وعرفته الاميره وقالت له انها هتقتله. فضحك في الوقت ده هو والمقاتلين اللي معاه، وقال لهم انه هيقتل كل الولاد وياخد البنات اسرى يشتغلوا خدامين عنده. وقال اللي معاه ان اللي هيقتل واحد هيديله كريستالات من الوحوش كتيره. وطبعا المقاتلين اللي معاه اتشجعوا جدا وهجموا عليهم. كل ده وهوانج زان كان مستخبي ورا شجره وبيحاول يكسر اليشم بتاعه علشان يهرب، وقتها حس بيه جاو هينج. بعت رجالته جابوه، ولما طلع قال لباي جينج ان اليشم اللي معاهم مش حقيقي. فطلعت اليشم بتاعه وكسرته وطلعت فعلا مش حقيقي، وما خرجتش من المسابقه ولا اتحركت من مكانها. فضحك جاو هينج وقال لهم ان دي خدعه معموله مخصوص علشانهم، عشان محدش منهم يفلت من الموت وينتهي مقاتلين مملكة تشي للأبد. وهجم على الأميرة وفضل يقتلها لحد ما جرحها، وطلب من مقاتل تاني انه يقتل باي جينج، بس هي استنجدت بتشي تشين وهو طمنها وطلب منها ما تخافش. وقتل المقاتلين واحد ورا التاني، فامرهم جاو بينج انهم يهجموا عليه مره واحده ويعملوا تشكيل الموت. فعلا اتحرك المقاتلين وحبسوا تشي تشين جوه بلوره وسلطوا قوتهم عليه. وخاف هوانج زان جدا وهرب، فقتلوا جاو هينج بمروحته، وطبعا زعلت عليه باي جينج جدا. وضحك جاو هينج وقال لها ان مفيش مكان للهروب خلاص. برضه وقفت تقاوم، وفاجئهم تشي تشين انه قدر يخلص نفسه من تشكيل الموت اللي كان محبوس فيه وقتل كل المقاتلين. ولما جانج مساعد جاو هينج شافه حدفه بخناجر، وصرخت الاميره
الاميره نبهت تشي تشين علشان ياخد باله. فعلا نجح تشي تشين انه يصد الخناجر ويبعدها عنه، وقال لباي جينج ان السكاكين الطايره دي خطيره جدا، بس تشي تشين قال لها انه بيحب الحاجات الخطيره دي وفضل يصد السكاكين بسهوله، وعطل كمان مهاره جيانج وخلاه مش عارف يجذب السكاكين تاني له. فاضطر جيانج انه يلجأ لتقنيه تانيه، ولبس في ايده دراعات حديد فيها ضوافر حاده قويه زي السكاكين، وهجم بيها على تشي تشين. وقفوا هما الاثنين في مواجهه مباشره، وبعد وقت طويل جدا من القتال استخدم جيانج كل قوته وطار علشان يهجم على تشي تشين، فوقف شيان صديق باي جينج في وشه علشان يحمي تشي تشين. فعلا اخذ الضربه مكانه والجرح. فقال تشي تشين لجيانج ان خلاص صبره نفذ وهيدمره، والاول مسك اليشم بتاعه واداه لباي جينج وصديقها وخلاهم يكسروه، فخرجوا من الغابه، ومن كتر التعب والجروح وقعوا على السلم. فجري الجنرال تشي تشين وجنرال مدينتهم وبداوا يعالجوهم، وما كانوش فاهمين ازاي وصلوا الحاله دي. الجنرال وي كان فرحان جدا وسعيد لانه كان متاكد ان جاو هينج هو اللي عمل فيهم كده، وان هو اللي هيكسب المسابقه في الاخر. باي جينج بصوت خافت للجنرال على اللي حصل معاهم، ان تشي تشين والاميره لسه جوه. فوقف الجنرال واتهم جنرال مملكه وي انه مجرم ومحرض المقاتلين بتوعهم ضدهم. فسخر منه جنرال وي وقال له ان دي مسابقه والمواهب الكبيره هي اللي هتكسب في النهايه. لكن القائد ما عجبوش الاجابه دي وضرب الارض بكل قوته لدرجه انها طلعت نار والكل خاف. وهدد جنرال وي ان الاميره لو جرى لها اي حاجه وقتها مش هيرحمهم ومش هيكتفي بتدميرهم وبس، لكن هيدمر المملكه بتاعتهم كلها. كل ده وتشي تشين لسه بيقاتل جيانج، ووقفت الاميره تقاتل جاو هينج ورمى عليها السهم، فعملت الاميره بلوره حمايه، ومن قوه السهم فضل يرجعها لورا. بس لحسن الحظ ان تشي تشين انقذها وبعد السهم عنها، وجت ترجع لجو هينج بس كانت خلاص دايخه وتعبانه، وقالت له ان مفيش طريقه يهربوا بيها خلاص، خصوصا ان 2 مقاتلين من وي جم وقفوا ضدهم. فطلع قوه على ظهرها وشالها على ظهره، قال لها انه هيقاتل بيها. فلا جاو هينج سخر منه وقال لمقاتلينه ان دي فرصه كويسه علشان يقضوا عليه، وفعلا هجموا كلهم عليه. هاجمهم تشي تشين بسكاكين جيانج اللي سيطر عليها وطار فوق ظهر واحد علشان يهرب، لكن جاو هينج عمل دوامه وقع الاميره منه، وذكائها خلاها تستغل الحركه لصالحها وقتلت واحد منهم. فطلع جاو هينج اقصى قوه علشان يقضي بيها على تشي تشين وطار ليه، فرمت الاميره عليه ضربات. لما انتبه طعنه تشي تشين من ظهره، فوقع جاو هينج على الارض وكملت عليه الاميره، وما بقاش فاضل غير جيانج اللي عينه كانت مليانه شر وتحول من كتر الغضب وجرح الاميره وبعدها وهجم على تشي تشين. قالت له الاميره ان القوه اللي فيها دي من دماء الشياطين، وزي ما الدماء دي بتزود قوته تغذى على روحه، وطلبت منه يستسلم لكنه رفض ووقف قتلهم. كان شين فينج كل ده بيراقبهم من بعيد ومن غير ما يتدخل. بعد ما الفار عرفوا مكان تشي تشين قالوا من الواضح انه استهون بقوه تشي تشين اللي قدر انه يهزم جيش بحاله، اتمنى ان جيانج يوفر عليه ويقتله. فعلا كان ظاهر ان تشي تشين خلاص مش قادر على جيانج، ووقف في الارض وقال له جيانج انه زهق من اللعبه البايخه دي. فضل يضربه لحد ما تشي تشين اتجرح في وشه، فتحول وبقى عنده قوه كبيره جدا. قام هاجم بيها جيانج وقضى عليه خالص، وقعد على جنب يعالج نفسه واخد اكسير علاجي من معاه ولسه هيتدرب. لقى شين فينج جاله ومعاه الفار اللي عرفه مكانه، قال له انهم في موقف غريب جدا لانهم المفروض اخوات، بس مضطر انه يقتله لانه دمر اخوه. وبسرعه جدا خلى الفار يخطف يشمل الخروج من تشي تشين علشان ما يهربش منه، وقرب من تشي تشين وقال له ان زعل العيله كلها ولازم ينتقم منه على كل حاجه، وطلع قوته كلها وقال له ان بالنسبه له طول عمره كان ملوث العيله، وهجم عليه بكل قوته ضربه وقعه في الارض ولسه هيضربه تاني. وقف تشي تشين صد ضربته وجرحه بسيفه في جنبه وايده، وما كانش شين فينج قادر يستحمل الم ايده، وقال له تشي تشين ان عمرهم ما كانوا اخوات، وبالرغم من المعامله السيئه اللي كانوا بيعاملوه هو ووالدته بيها، بس عمره ما بدا معاهم بالشر، ودايما حقدهم والشر اللي جواهم هو اللي بيخليهم عاوزين يأذوه. لاحظ شي فينج ان الالم في ايده خف، وجمع كل قوته علشان يضرب تشي تشين بس ما لقاش عنده قوه خالص. فساله شين فينج هو عمل فيه ايه. ابتسم تشي تشين ابتسامه خبيثه، قال له ان اليشم اللي سرقه منه كان فيه نبات سام وهو اللي سممه. فرمى شين فينج اليشم وطلع ورقه عملت مصفوفه انفجار ورماها على تشي تشين، ووقف يضحك على انه خلاص خلص منه. لا ظهر من وراه وبيقول له انه اخوه العزيز، فطلع تشين فينج ورقه تانية ورماها عليه، وبرضه تشي تشين هرب منها وضربه بالسكاكين الطايره وجرحه، وسكينه منهم جت في اليشم فاتكسر وخرج. واخد تشي تشين حلقه الفراغ بتاعته وراح لم الكنوز من باقي المقاتلين، وسمع صوت الاميره وهي بتتألم فاداها من الاكسير العلاجي. سمع صوت مقاتلين تانيين بيقربوا منهم، فاخد الاميره واستخبى بيها ورا الاشجار. المقاتلين اول ما شافوا الجثث ومن ضمنهم جثه جاو هينج خافوا جدا، وكانوا هيتجننوا يعرفوا مين اللي اتجرأ وعمل كده. نقلوا الجثث على جنب وقالوا ان اكيد حد من مملكه تشي تشين هو اللي قتلهم، وانه اكيد ما لحقش يهرب بعيد عن المكان، وقرروا انهم يدوروا على القاتل. وكان تشي تشين سامعهم وقال ان لازم يهرب هو
الاميره بسرعه، ولازم كمان يعالجها لان وضعهم كده خطر، لو حد جه قتلهم مش هيقدروا عليه. واخدها وراح لكهف قعد جنبها واستخدم طاقه لتشي عليها وحاول يعالجها، بس اصابتها كانت كبيره قوي فسابها ترتاح واستخدم حلقات الفراغ اللي معاه اللي اخدها من المقاتلين اللي هزمهم وطلع منها الكنوز وبدا يشوف هو كسب منهم ايه. لا ورق الانفجار اللي كان مع شين فينج وجرب واحده منهم وقال انها تعتبر كنز كبير جدا، طلع باقي الكنوز وكانت فاكهه القوه الخارقه، وبمجرد ما اخد قطمه منها حس بنار جوه جسم قوه كانت هتفجره. وبالصدفه كانت شاولينج شاو معديه مع زاو وحسوا باثر القوه دي، وتوقعت شاولينج شاو ان مصدر الطاقه دي من تشي تشين. كنزوتو قال لها ان زمانه مات اصلا، وقعد تشي تشين يحاول السيطره على القوه اللي في جسمه لحد ما نجح وقوته زادت جدا. حاول تاني في علاج الاميره بس كانت مجروحه قوي فاخدت منه وقت طويل لحد ما فاقت اخيرا، وسابها تشي تشين ترتاح براحتها. وسمع صوتها تشاولينج شاو وزاو فجريوا عليهم في الكهف، ولما وصلوا اتخضوا جدا من منظر الجروح والاصابات اللي عندها وفكروا ان تشي تشين هو السبب، فرفع زاو سيفه عليه. لكن شاولينج شاو جريت وقفت قدامه وقالت له انها متاكده ان تشي تشين مش هو اللي اذاها، لكن ممكن العكس هو اللي يكون حصل. فعلا اتكلمت الاميره وقالت له ان تشي تشين هو اللي انقذ حياتها واخدها للكهف ده علشان يعالجها. وقتها اتحرك زاو من نفسه واتاسف لتشي تشين وطلب منه انه يسامحه. قرب منه تشي تشين وقال له مفيش داعي للاعتذار لانهم في الاخر كلهم اخوات مع بعض. وطلعت شاولينج شاو لبس جديد لتشي تشين بدل اللبس اللي اتقطع بتاعه، وخرجوا كلهم من الكهف مع بعض. واستغرب مساعدين زاو اللي كانوا فاكرينه هيقتله، فضحك تشي تشين وقال لهم انهم بقوا صحاب كمان. ولاحظ تشي تشين ان اللبس اللي ادته له شاولينج شاو ريحته غريبه، فاتضايقت منه وقالت له انه المفروض يشكرها مش يقول كده. وقال زاو قدام الكل ان تشي تشين انقذ الاميره وما تخلاش عنها لاخر لحظه، وانه الحقيقه بيقدروا على كده جدا، وانه بعد ما عرف ان جاو هينج ومملكه وي عاملين خطه ضدهم فلازم دلوقتي ياخدوا خطوه ضد مملكه وي ويعرفوهم قوه مملكه تشي الحقيقيه. وقال لهم تشي تشين ان اهم حاجه دلوقتي انهم يتعاملوا انهم اسره واحده، وطلع كل جواهر الوحوش اللي معاه علشان يقسموها على بعض. فطلع زاو هو كمان كريستاله وحش قوي جدا حطها معاهم واخد بدلها كريستالتين من كريستال تشي تشين. كل ده وجنرالات ومقاتلين الممالك الخمسه واقفين مستنيين خروج اي مقاتلين، وجنرال مملكه وي جنرال لينج طول الوقت واقف بيتنمر على الجنرال تشي، خصوصا ان كل المجروحين اللي بيخرجوا من تشي، بس لان في عدد كبير من وي بداوا يخرجوا وهم مجروحين ومش قادرين فحس بخيبه امل. واخيرا الجنرال تشي شم نفسه وقال ان خطته اتقلبت عليه وعلى مملكته، فتوعد له لينج ان الموضوع مش هيخلص لحد كده. نرجع تاني للوضع جوه الغابه. قدر زاو انه يجمع 20 مقاتل من امبراطوريه تشي، وبعدها صح تشي تشين وقال له ان المعركه الحقيقيه هتبدا. صح تشي تشين وقال له انهم لازم يبداوا يدوروا على مقاتلين مملكه وي قبل ما هم يلاقوهم وياخدوا الكنوز اللي معاهم ويقضوا عليهم. ومش هم لوحدهم اللي كانوا بيخططوا، لكن كمان الجنرال لينج بيقول ان الوضع كده خطر قوي ولازم يلاقوا طريقه يساعدوا بيها مقاتلينهم في الغابه. وكان عندهم حق يفكروا في كده لان تشي تشين والمقاتلين اللي معاه كانوا عمالين يقتلوا مقاتلين وي من غير اي رحمه جوه مصفوفه ضعفت قوتهم. والمسؤول المسابقه للجنرالات انهم يعملوا جرد للمقاتلين اللي جوه علشان يعرفوا مين فاضل ليهم لان وقت المنافسه خلاص قرب ينتهي. فطلب الجنرال تشي من قائد القوات بتاعته انه يدخل الغابه ويدور على الاميره ويخرجها بسرعه. وقبل ما يدخلوا ليها لقاهم كلهم خرجوا مره واحده، واستغرب الجنرال لينج جدا ان ده حصل، ان الكل خرج وجاو هينج ما خرجش لا هو ولا المقاتلين اللي كانوا معاه. فطلع الجنرال للمسؤول وقالوا له انه في مقاتلين مهمين لسه جوه الغابه ولازم يستنوهم شويه. طلع المسؤول جهازه وبدا يستكشف بيه الناس اللي لسه جوه، وبعدها قال لهم ان كل اللي عايشين خرجوا. والخبر ده كان صادم جدا ليه ويسأل مين اللي اذاهم جوه، فقال له واحد من المقاتلين انه لقى جثثهم جوه الغابه. والخبر نزل على الجنرال لينج زي الصاعقه لدرجه انه وقع في الارض. في الوقت ده كان تشي تشين واصحابه بيقيسوا عدد الجواهر اللي معاهم، وعلى المسؤول نتيجه الفوز في المسابقه ونزل قوائم باسماء المشتركين. وظهر من بين المقاتلين شين فينج، كل استغرب وجوده لانهم كانوا فاكرينه مات، كان مختفي في وسطهم. فقال لهم ان في واحد من المتدربين الصغيرين اعتدى عليه وعمل له اصابه في دراعه، ونادى على تشي تشين وقال له انه اخوه الصغير وعايز يطمن عليه. سخر منه تشي تشين وقال له انه بيتمنى يكون اتعلم الدرس وما يقربش تاني من المتدربين الصغيرين علشان ما يؤذوهوش. وكل الواقفين ضحكوا على شين فينج انه عايز ينتقم من تشي تشين، فحب يوقعه في مشاكل وقال له انه ما كانش لازم يقتل جاو هينج ويسرق الكنوز اللي معاه. فسكتته تشاولينج شاو وقالت له انه شخص كذاب ومريض، بس الجنرال لينج ما صدق سمع الكلام ده وبعت القائد بتاعه علشان يقتل تشي تشين، واللي وقف في وشه الجنرال القائد. فدخل الجنرال لينج وضرب قائد مملكه تشي بكل قوته. ولما وانج شاف المنظر طلع سيفه وقف استعد للقتال. قال لهم الجنرال لينج انهم مش قده هيفعصهم زي النمل. فضحك تشي تشين وطلع قوته بالكامل وعمل دوامه كبيره. ولسه كان هيهاجم الجنرال لينج لقى الطائر العملاق جه وهو اللي هاجم الجنرال لينج، ولولا ان الجنرال لينج عمل بلوره حمايه قويه كان الطائر قضى عليه. طلع الشيخ الكبير على ظهر الطائر وبعت ضربات سريعه للجنرال لينج لما لقاه بيهاجم الطائر.
قال لهم الجنرال انهم قتلوا جاو هينج افضل مقاتل في مملكه وي، وفي المقابل هينتقم منهم اشد انتقام ومش هيسيبهم يفلتوا بعملتهم. فضحك تشي تشين وقال له ان هو اللي عمل كده، وده لان جاو هينج مجرم وبدأ بالشر، يعني هما كانوا بيدافعوا عن نفسهم قدامه بس. وطلب منهم يقلبوا المشهد ويتخيلوا ان جاو هينج خرج مع المقاتلين بتوعه، كانوا هيفرحوا بيه ويقولوا ان هي دي قوانين المنافسه، ولا كانوا هيقولوا عليه انه مجرم ولازم يتحاسب. ده غير انه كان ماشي مع مجموعه وخرج من غير ما يستخبى، ما كانش يعرف ان جاو هينج مات اصلا. المفروض ان اللي يعرف المعلومه دي ويتيم بيها غيره يبقى هو القاتل الحقيقي. فانتبهوا كلهم وبصوا على شين فينج لان هو اللي قال لهم الخبر. اقتنعوا بكلامه وحس شين فينج انه فرطه، وقال انه مش هو لوحده اللي شاف جثه جاو هينج. فقال له تشي تشين ان عنده حق، تام المقاتل التاني معاه هو كمان، وقال ان الاكيد هما الاثنين قتلوا جاو هينج مع بعض. وكان شين فينج هيتجنن لانه مش عارف يتصرف ولا يعمل ايه، وقال له انه وقع نفسه في مشكله كبيره. رد عليه تشي تشين انه من مملكه تشي، والمفروض زي ما بيحكي انه شاف الاميره وهي مجروحه وما وقفش يساعدها ولا ينقذها، ودي تهمه كبيره هو مش قدها. وقال تشي تشين ان الاميره كانت معاه طول الوقت واكيد مش هتكذب وهتقول الحقيقه وتقدر تقول اذا كان فعلا هو بريء ولا لا. وبعدها قال له ان لو صدق كان بقى اكيد المقاتل الثاني هو اللي قتله. وحاول المقاتل الثاني يدافع عن نفسه هو كمان، وقال ان ممكن شين فينج كان واقف يراقبهم، بس قال له تشي تشين ان شين فينج مجروح وحد في قوته مش هيقدر، حد ضعيف انه يأذيه الا لو كان وقف قاتل جاو هينج وهو اللي جرحه بالشكل ده. وطلب شين فينج منهم فرصه علشان يشرح لهم الحقيقه، لكن محدش وافق خالص. فبص شين فينج لتشي تشين وقال له انه انسان شرير جدا. رد عليه تشي تشين بمنتهى الهدوء والمكر وقال له قول كبير، كان برضه ما يقدرش يقف معاه لما يقتل ويأذي غيره من غير سبب. كل اللي واقفين قالوا على تشي تشين انه انسان كويس. الجنرال لينج اعتبر اللي بيحصل ده اهانه من مملكه تشي كلها، وكان عايز يهجم عليهم كلهم. فهو في وشه جنرال تاني قال له انه لو ما تراجعش عن اللي بيعمله فالممالك الخمسه كلهم هيبقوا ضده. فعلا اتحدوا كلهم ووقفوا استعدوا لقتاله. فخاف الجنرال وتراجع عن اللي ناوي يعمله، واعلن المسؤول ان مملكه تشي هي اللي فازت في المسابقه. طلب الكل ان كل واحد يرجع على مملكته. وجنرال تشي وكبير الشيوخ كانوا فرحانين جدا وقالوا ان الفوز ده بفضل تشي تشين، وده غش شين فينج اكتر لانه بقى منبوذ من الكل. واخدهم كبير الشيوخ على ظهر الطائر ومشوا. كلمهم في الطريق عن المقبره القديمه اللي بتفتح كل 5 سنين والمسموح لهم بالاشتراك فيها، وطلب منهم يجهزوا نفسهم. واول ما وصلوا لقصر الامبراطور رحب بيهم جدا وقال لهم انه هيديلهم حبوب القوه هديه، ودي كانت اعلى انواع الحبوب في المملكه. طبعا الكل فرح جدا وقالوا ان الحبايه الواحده بتخلي اللي اخدها يخترق مستوى كامل. طلب منهم يستعدوا للمقبره القديمه، وشكر لكل تشي تشين لانهم نجحوا بسببه. وطبعا ده خلى شين فينج يتغاظ اكتر، وكانت كل الناس في المدينه بتتكلم عن عبقريته وانه قدر يهزم اقوى المقاتلين. وفي الوقت ده كان شين فينج رجع لعيلته، ولما شافوا اصابه ايده وعرف العجز اللي حصل لها حزنوا عليه جدا. وطلبت منه والدته انه ينتقم من تشي تشين وقالت له انه لازم يقتله. رفع هويان ايده وضربها بالقلم وقال لها كفايه اللي حصل، لان بسبب كراهيتها وحقدها دمرت ولادها الاثنين. بس برضه ما اقتنعتش وخرجت من القصر وعينيها كلها شر، وقالت له انها مش هتسكت. اما تشي تشين فكان قاعد مع والدته وبيحكي لها انجازاته، فغلطت بالكلام وقالت له زي والده، وبعدها مسكت بقها على طول وسكتت. اترجاها تشي تشين انها تحكي له عنه وبرضه رفضت وقالت له انه مش هتقدر تعمل كده. وجاله تين يان يطمن عليه، فساب تشي تشين وخرج قعد معاه وراله قوته الجديده اللي وصل لها. تشي تشين هو كمان وراله قوته، قعدوا يتكلموا شويه وبعدها خرجوا على السوق. وحكى له تشي تشين عن هديه الامبراطور ليه، واخدوا تين يان على اجتماع عيلته. واول ما وصل قال له واحد من الشيوخ ان في مشكله كبيره في العيله، واخده هو وتشي تشين لقاعه الاجتماعات. وهناك بقى كتير عن قدراته وقوته الغير طبيعيه، ويقدر يجيب له الكنز ده وياخد نسبه منه. وطلب منه يدخل معاه القصر علشان يقول له على التفاصيل كامله. وافق تشي تشين، ولما دخل لها حاجه غريبه جدا وهي اكوام من الكنوز المخفيه، ولها كمان طريق من الطاقه الخضراء وصلته لاحجار لونها ذهبي، وقال لهم عليها انهم من النوع الرخيص. فعرضوا واحد من الموجودين وقال له ان كنز الاجداد من اعلى مستوى. وقطعوا الامير والد جي وقال لتشي تشين انه مقدر مكانته العاليه والكبيره، وانه مدخله معاه القصر مش علشان الحاجات البسيطه دي، كان علشان كنز الاجداد في المعبد القديم. وقال له انه هيبدل معاه 50,000 عمله اللي عايزها بنص كنز الاجداد. بس تشي تشين فاجئه وقال له انه مش عايز الكنز وعايز 50,000 بتوعه لانه مش عايز يخاطر بنفسه. ترجى الامير انه يوافق وقال له لو عدى من الاختبار هيديله 10,000 زياده على فلوسه. وقتها وافق تشي تشين ودخل المعبد اللي طلع موجود في نفس المكان، كان مليان بالطاقه وارواح الاجداد اللي دفنوها جوه الكنز علشان يحموه ويزودوا قوته، ومن ضمنهم لوحه الروح. فضغط تشي تشين عليها بايده ودخل طاقه لتشي جواها وتجاهله ومشي. فلقى طاقه الروح خرجت وكتفته، وبقى كانه في سجن، انه نجح انه يحرر نفسه. وبعدها سيطر على قوه الروح وسحبها له.
وكان الامير مطمن في الوقت ده ان تشي تشين مش هيعرف يسيطر على كل الافخاخ الموجوده في المتحف، وقالوا ان اكيد هيخلص منه ومن الدين اللي عايزه منه. وفضلوا كلهم يضحكوا، ما كانوش يعرفوا ان تشي تشين قدر يحل اول لغز واخد الكنز ليه. في الوقت ده كان الجنرال لينج بيبلغ كبير عيله وي بموت ابنه جاو هينج في المنافسه، قال ان مملكه شي هي المسؤوله وخصوصا تشي تشين وابن خاله شين فينج. والخبر نزل على كبير العيله زي الصاعقه، واخدوا هو والحراس واتحركوا. كل ده وتشي تشين لسه بيحل الغاز الكنوز، ووصل لكنز صعب جدا وما كانش عارف يسيطر عليه، وانتبه انه على شكل تنين فرماه بقوه لتشي لحد ما نجح وسيطر عليه. واول ما مسكه قعد يتدرب عليه علشان ياخده كوحش روح ليه، لكنه اكتشف ان دي كائنات خدعه، ما سيطرش على التنين ولا حاجه، لكن التنين قام هاجمه. ولما تشي تشين حبسه في سجن سحري هرب التنين وطلعت روح شريره منه ضربت تشي تشين ودخلت جوه بحر روحه. وكانت الروح اللي شيطان شكله وحش جدا، كان فرحان انه هيسيطر على جسم تشي تشين، وقال له انه صبر كتير بس في الاخر جاله واحد قوي فضل يحوم حواليه وقال له انه خلاص محدش هيعرف ينقذه منه. فحضر تشي تشين قوته كلها وضربه بيها، لكن الروح الشيطاني فضل يضحك عليه وقال له انه فرحان جدا بيه لان مستواه كويس جدا، لكن لسه ناقصه حاجات كتيره ودي اللي هيزودوا بيها لما يسيطر على جسمه. وبرضه تشي تشين فضل يقاومه والروح الشيطاني يضحك عليه وكسر بلوره الحمايه اللي كان عاملها تشي تشين علشان يستخبى فيها بعيد عنه. ودخل مسكه من ايده وقعه على الارض وطلب منه يستسلم ويبطل يقاوم، لكن تشي تشين ما سمعش كلامه وفضل يقاوم. والمره دي روح الشيطان مسكه من رقبته وخنقه وطار بيه، وتشي تشين صرخ وقال انه مش هيقبل بالوضع ولا هيستسلم، واستدعى سيف الامبراطور وخوف الروح الشيطاني بلمعته. واول ما بعد عنه حوطه تشي تشين بكتاب مليان ورق سحري وخلاها تحاربه، فخاف الروح الشيطاني وهرب بسرعه قبل ما تشي تشين يلحقه. لكن تشي تشين استخدم السيف الامبراطوري اللي معاه وقضى بيه على الروح الشيطاني وفعل حمايه على الاوضه، وخرج للامير وقال له انه اكيد كان عارف بكل الحاجات اللي مر بيها وانه كان بيخدعه. فقال له الامير ان المكان اللي دخل فيه ده مجرد اختبار، ولو نجح فيه هيقدر يدخل لمتحف الاجداد الاصلي، وانه كان متاكد ان موهبته هتسمح له ينجح في الاختبار. وحكى له تشي تشين ان في روح شيطانيه جوه نايمه في المكان وحاول انه يقضي عليها بس معرفش. كان الامير مش مصدق ان تشي تشين عمل كل ده وضحك عليهم واخد الكنز والفلوس ومشي. في الوقت ده كانت تشاو بعتت لوالدها علشان يساعدها في انه يقضي على تشي تشين. ولما العم الصغير عرف توقع نيتها الشريره وراح يتاكد بنفسه. ومن ناحيه تانية كان الجنرال لينج ومعاه كبير عيله وي وصلوا المدينه وبيدوروا على بيت شين فينج، وكل الاخبار دي وصلت للامبراطور فنبه عليهم ان مهما حصل لازم يحموا تشي تشين. اما تشي تشين فرجع اخيرا البيت لوالدته وطلب منها محدش يزعجه في اوضته لانه وراه حاجه مهمه، ودخل لاوضته وطلع الكنز اللي اخده من قصر الامير وكسب قوه ليه. وحاول انه يستكشف قوه السيف بعد ما ضاف لها روح الاجداد اللي سيطر عليها. وفجاه لقى 2 مقاتلين كسروا عليه باب الاوضه بسيوفهم ووقفوا يقتلوه، استخدم سيفه واستغل القوه الجديده اللي بقت معاه ووقف قتلهم وقال ان دي فرصه حلوه للاستكشاف. ودخل جزء من الروح دي جوه واحد من المقاتلين وسيطر على تفكيره خلاه يفقد وعيه، وعمل دوامه من الاف السنين حواليه وصد بيها ضربات المقاتل كلها وقضى عليه. ولسه هيرتاح لقى المقاتل الاولاني فاق ووقف يقتله هو كمان، وبعد ما ضربه اختفى وفكر المقاتل انه خلص منه، لكنه لقى واقف تاني مستنيه بسيفه وبكل قوته وما كانش مصدق نفسه انه يكون في شخص بالقوه دي، وهجم عليه تاني ووقف يقتله. ولما ساله تشي تشين عن سبب مهاجمتهم ليه قال له المقاتل انه قتل واحد واتهم سيده وسبب له مشاكل، وبكده عرف تشي تشين السبب وان شين فينج هو اللي بعتهم. كان لازم ينهي القتال بسرعه فاتحرك بسرعه البرق حواليه وضربه بسيفه وقتله، ودخل بعدها اطمن على والدته. الحراس المسؤولين عن حمايتهم موجودين معاه وطلب منهم يتخلصوا من الجثث، وطلب من والدته تدخل لاوضتها وطلع احجار الكنز اللي اخدها من كنز الامير وحطها عند اركان البيت وفعل حمايه كامله عليهم. اما كبير عيله وي واللي معاه فراحوا لقصر عيله شين، ضربوا الحراس ودخلوا يسالوا عن شين فينج، ووقف الجنرال لينج يقاتل الشيوخ الموجوده. وبعد قتال كبير من كل الموجودين قالوا له ان شين فينج مش موجود، ورفضوا يقولوا له مكانه لحد ما واحد من الحراس خاف واعترف له بكل حاجه. اما تشي تشين فكان لسه بيفعل الحمايه على بيته، ولقت تشاو جات لهم البيت وطلبت باعلى صوتها انه يخرج لها، وكان معاها والدها ومقاتلين تانيين. وكان خالد تشي تشين الصغير حاسس ان ده هيحصل فاخد بنته حراس كتيره ووقف في وشها وطلب منها تبعد عنهم احسن لان تشي تشين يبقى ابن اخته مش هيتخلى عنه. وخرج تشي تشين هو كمان ووقف معاهم، وكمل الخال الصغير تشين تشاو كلامه وقال لها ان ولادها الاثنين يستحقوا اللي حصل لهم، بدل ما تلوم على تشي تشين الاولى بيها انها تلوم على نفسها لانها هي اللي جرتهم للشر. فقال له تشاو ان ما ينفعش يساوي ولادها بواحد زي تشي تشين لانهم ولاد الامير وولي العهد، لكن شين يو اتجوزت واحد من الشارع محدش يعرف اصله. وما قدرش شين تشاو انه يتحمل الكلام ده على اخته، وجه يهاجم ما قدرش يستحمل قوه والد تشاو وكان هيقع. تحضر تشي تشين مصفوفه قويه على ظهره علشان يقضي بيها على اي حد يتعرض له، لكن الشيخ الكبير وصل ووقف القتال وقال تشي تشين في سره ان اللي حصل ده من حظ والد تشاو الكويس والا كان هيموته. وقف الشيخ اطمن على تشي تشين لانه تلميذ الاكاديميه، وطلع قوه كبيره جدا هزت الارض بتشاو وكل اللي معاها، وقال لهم ان محدش يقدر يلمس تشي تشين. وفجاه وصل كبير عيله وي السيد شين جوي ومعاه الجنرال لينج وحراس كتيره تبعه
تتابعه، فطلب تشاو من شين فينج انه يهرب بسرعه، وهي لفتت النظر بعيد عنه بالكلام مع واحد من الحراس، لكن شين جوي كانش غبي ووقفه قبل ما يهرب. فجريت تشاو وقفت قدام ابنها وقالت ان تشي تشين الكذاب هو اللي قتل وبيتهم ابنها بالكذب، فرد عليها السيد شين جوي انه ما عندوش مشكله وهيقتلهم هما الاثنين، وقرب من شين فينج وطلع قوه كبيره وطار علشان يهجم عليه، وخاف شين فينج على والدته ابعدها عنه وطلع كارت سحري رماه في الارض واختفى. فركز شين جوي ثواني وقدر يوصل لشين فينج وخنقه من رقبته، فهجم جده على شين جوي ووقف يقتله، خلاه يسيب شين فينج وقف حراس الجد يساعدوه، لكن محدش كان قادر على شين جوي وقدر انه يهزمهم كلهم. وراح شين جوي مسك شين فينج، ولما جت تشاو تدافع عنه ضربها، شين جوي جرحها ووقعها في الارض وفضل يطارد شين فينج علشان يقتله. وقبل ما يوصل له قال للشيخ الكبير لتشي تشين ان في الاخر شين فينج هو ابن خاله ومش معقول هيسيبه يموت قدامه، لكن تشي تشين قال له انه مش هيقدر يساعده لانه اضعف من شين جوي بكتير. كان شين جوي خلاص هيقتل شين فينج، فاقسم له ان مش هو اللي قتل ابنه لكن تشي تشين، وبدأ يحس شين جوي ان شين فينج مش بيكذب لانه ضعيف جدا فعلا، لو كانت قتل مع ابنه فكان ابنه هو اللي قتله مش العكس. مع ذلك برضه ضربه على راسه وقتله، وقال له ان لو مش هو اللي قتله فكان موجود وشافه وهو بيموت وما ساعدهوش ولا انقذه. ما جت تشاو تنقذه رماها شين جوي بعيد وحدف لها جثه ابنها، وحاولت تشاو تدي ابنها اكسير وتنقذه لكن كان خلاص مات. بعد تعيط عليه وجه هاويان، واول ما شاف ابنه ميت على الارض كان هيتجنن وسال مين اللي عمل كده. كل جبروت رد عليه شين جوي وقال له ان هو اللي قتله، وجه هاويان يهجم عليه ففعل شين جوي قوه الحمايه وصده بيها، ومن قوته رماه بعيد عنه خالص ووقف يضحك. قال الامبراطور بنفسه لما لقى اللي حصل قال لشين جوي ازاي يتجرأ وجاي لحد مملكته وعمل كده. ولما شين جوي قال له ان ابنه اتقتل على ايد تلاميذه قال له الامبراطور ان المسابقه كانت مسابقه حياه او موت وكل اللي فيها كانوا معرضين للموت، ولو ما اعتذرش ومشي هيتعرض لعذابه هو. رد عليه شين جوي انه مش هيسكت غير لما يقتله ويقضي على مملكته خالص، وطبعا دي اهانه كبيره ما سكتش عليها القائد تشي ووقف قتل ودافع عن الامبراطور عن المملكه كلها. وكانت قوته كبيره جدا، بس كمان شين جوي كان قوي جدا وما قدرش عليه، وحاول الامبراطور بسحر اسود خلاه مش قادر يقف، ووقف قال لهم انهم خلاص انتهوا ومملكتهم كمان انتهت. فطلع له تشي تشين ووقف قدامه وقال له انه مجرد تلميذ عادي وضعيف ومع ذلك هيهزمه بس يسيب الباقيين وما يأذيهمش. وفرح شين جوي لانه هيواجهه لانه من البدايه عاوز يقضي عليه. وجه شين جوي يهجم عليه لقى انفجار قوي، ووصل ليه جوانج ورئيس دار الطب وحذروا شين جوي ان تشي تشين هو اللي بيصنع الاكسير واي عداوه معاه هيمنعوا عنه هو ومملكته كلها الحبوب، ده غير انهم مش هيسمحوا له اصلا انه يأذيه. ولما صمم شين جوي عمل تشي تشين تكوين حمايه عليه يمنع وصول شين جوي ليه، خرج شين جوي اكبر قوه عنده علشان يقضي على التشكيل، وكان فعلا قرب خالص. راح تشي تشين طلع حجر سحري من معاه قوى تشكيل، فجه مقاتل كبير من وي علشان ساعد شين جوي وعرف انه محتاج لقوته علشان يقدر يكسر التشكيل. في الوقت ده كان الملك ديانج وا رجع من الحرب وسمع ان المملكه في خطر وحفيده تشي تشين محاصر، فجري على مكانه على طول. نرجع تاني لشين جوي اللي وقف وطلع كل قوته هو وكل المقاتلين وركزوها على التشكيل علشان يقضوا عليه، فجالهم وكان تشي تشين لسه بيقاوم بس طاقته بدأت تخلص. المرة دي اتكلمت الأميرة وقالت لوالدها الإمبراطور إن تشي تشين عنده موهبة خارقة، ولو خسر محدش منهم هيقدر يقف قدام شين جوي وهيقدر يدمرهم بسهولة. وقال الأمير ولي العهد إن مفيش حاجة يقدروا يعملوها له، إن هو اللي ورط نفسه في المشكلة ومش لازم يخاطروا بمستقبل العيلة المالكة كلها علشانه. فترجت الأميرة الإمبراطور وقالت له إن هي السبب وهي اللي ورطته في المشكلة دي مع جاو هينج، وبرضه الإمبراطور سكت. ولما لقيته مش هيتصرف قالت له انها تتصرف بنفسها لان تشي تشين انقذها قبل كده وهي هترد له الجميل، ولسه هتروح لواحد من الحراس ضربها وخلاها تفقد وعيها ورجعها على القصر. وللاسف كان التشكيل بتاع تشي تشين خلاص قرب ينهار، فجري ليو جوانج وشيخ الدار الطب كتفوا شين جوي كل واحد من ايده ضربه تشي تشين، لكن برضه قدر عليهم ورماهم كلهم بعيد. اتجرحوا ولسه هيقضي على تشي تشين جاله جيانج وا وضربه وقال له انه قتل حفيده ولسه عايز يقتل الحفيد التاني. سخر منه شين جوي ولسه الامبراطور بيساله ساب الحرب ورجع ليه، قال له انه هيخلص على شين جوي وبعدها هيصفي حسابه معاه لان عيلته كانت بتدمر قدامه وهو واقف يتفرج عليهم من غير ما يساعدهم. وضرب الارض بقوته وقال انه ملك الحرب ومحدش هيهرب من عقابه ابدا، وفضل يعد انجازاته للكل. فرد عليه شين جوي بانه غبي وعمل دوامه علشان يهاجموا بيها، فطلع ديانج وا قوه فيها سرب من الحصنه وهاجموا بيها ووقفوا هما الاثنين في مواجهه مباشره. قدر الجد ديانج وا انه يضربه ويوقعه في الارض، فحس شين جوي بالاهانه فقام وقف وطلع كل قوته وهاجموا بيها. ولما جه الجد يصده خرج قوه كبيره جدا، وقف الكل يبص عليه وهو مستغرب، من ضمنهم تشي تشين، بس ما اكتفاش انه يتفرج وخلاص زي الباقيين، لكنه اتصرف وطلع احجار القوة اللي معاه ومن غير ما حد يحس حطها ورا مقاتلين مملكة وي علشان يسيطر عليهم. وقدر الجد انه يضرب شين جوي ويخليه ينزف دم، وبدل ما شين جوي يتألم او حتى يتضايق وقف يضحك.
فقال له الجد انه اكيد شخص غبي ومش فاهم اللي هيحصل له على ايده، لكن شينج وي كان بيضحك لانه كان متاكد من الفوز، وفعلا فاجئ الكل بقوه كبيره جدا. ده غير انه خلى كل المقاتلين اللي واقفين ركزوا قوته ووحدوها وعملوا تشكيل العمق فوق الجد. وقتها الكل قال ان الجد خلاص هيموت، بس تشي تشين كان عامل حسابه للنقطه دي والاحجار السحريه اللي كان موزعها عليهم، عمل بيها تشكيل عكسي وخلى ضرباتهم تاذيهم هم، وقعوا كلهم مره واحده وهم مصابين لحد ما اختفى تشكيل العمق. وقال عليهم شينجوي انهم مجموعه من الفشله، وضحك عليه الجد وهاجمه. وهنا السحر الاسود والقوى الشيطانيه ظهروا وحولوا شينجوي لوحش، وقف يحارب الجد والباقيين. فطلع تشي تشين اخر احجار معاه وعمل بيها تشكيلات قويه قدر يضربوا بيها بس شويه، وللاسف مسك شينج وي الجد وفضل يضربه وكان هيوصل لتشي تشين. فبعدته والدته طلبت منه يسيب لها فرصة، وضربت شينجوي بقوة اللوتس. فسحب شينجوي قوة وطاقة المقاتلين بتوعه علشان يسترد قوته، لكن هي ما ادتلوش فرصة وفاجأت الكل بقوة كبيرة جدا محدش كان يتوقعها. وللأسف هربت روح شينجوي ودخلت جوا بحر روح تشي تشين. وبقى تشي تشين حاسس ان في حاجة غريبة، لكن تجاهل احساسه وقرب من جده وسلم عليه لان دي كانت اول مرة يشوفه فيها. وفرح بيه جدا الجد وقال له انه هيبقى فخر لعيلة شين كلها. وقرب الامبراطور من الجد واطمن عليه، فقالوا الجد انه مش من السهل انه يموت كده. واخد تشي تشين وشين يو ومشي. فنادى عليه هاويان وطلب منه يروح معاه لقصر ديان جوا، لكن الجد قال له ان القصر ما بقالوش مكانه ولا قيمه خلاص. فجرت عليه تشاو وقالت له ليه ما انقذش ابنها وانقذ المجرم تشي تشين اللي كان السبب في موت ابنها. فحدفها الجد بعيد عنه، ولما والدها زعل علشانها قال له الجد ان بنته عملت جرائم كتيره في حق عيلته، ولما بعدهاش عن حفيده تشي تشين وقتها ما يلومش حد غير نفسه لانه هيعاقبها على كل الجرائم القديمه كمان. وفي تشي تشين شكر كل الموجودين اللي جم علشان يساعدوه، ومش كلهم رجعوا على بيتهم ومصالحهم. وقعد الجد مع بنته وحفيده ببيتهم وكان متضايق جدا من هاويان اللي طردهم من القصر، لكن شين يو طلبت منه يهدى لانها مشيت باختيارها لانها كانت زهقت من المشاكل، وقررت هي وتشي تشين انهم يعيشوا في مكان مريح. قال لها والدها انه ساب الحرب وخاطر بكل حاجه وجه علشان يشوفها ويطمن عليها هي وابنها، وطلب منها ترجع تاني للقصر علشان يبقى مطمن عليها وسط اخواتها، لكنها رفضت وقالت له انها فرحانه انه رجع لان الوحيد اللي حضر زواجها وكان موافق على زواجها. ولما سالها تشي تشين عن والده الحقيقي قالت له انه من قصر وو يو، وكان تشي تشين سمع عن العيله دي كتير في الكتب، وطلب من والدته تروح تدور عليه وتطلب منه يعيش معاهم من تاني، وطالما الجد موجود يبقى يحميهم ومحدش هيقدر يعارض وجوده. حتى الجد طلب منها تروح وهو هيفضل مع تشي تشين يخلي باله منه، وسابها تفكر ورجع للقصر علشان يشوف هيعمل ايه مع هاويان. اما تشي تشين فقعد يتمرن لحد ما تعب ونام، وتاني يوم صحي من بدري وساب جواب لوالدته وجده مع الحارس ومشي علشان يحضر المنافسه التانيه. الجنرال وصل علشان ياخده ويسافر مع باقي الطلاب ما لقاهوش. ولما مجموعه مقاتلين شافوا تشي تشين قالوا له انه ما ينفعش يدخل لجبل شروق الشمس لوحده، وعرض عليه انه ينضم لهم علشان ما يبقاش الموضوع خطر عليه، لكن تشي تشين شكره وقال له انه عايز يبقى لوحده. وبعد ما مشي وقفت المجموعه كلها مستغرباه وقالوا عليه انه اكيد من عيله غنيه ومعاه حبوب قوه واكسير يساعده، لان مهما كانت قوته كان برضه زمانه خاف من الوحوش اللي ماليه الجبل. وقالوا انهم ممكن ياخدوا الحاجه دي كلها ليهم لو هاجموا كلهم. فقال لهم اقوى واحد فيهم بلاش المظاهر تخدعهم لان اكيد مخبي قوته عنهم وممكن يقضي عليهم، واخدهم ومشي بيهم. وكان تشي تشين واقف من بعيد شايفهم وسامعهم وما بيتفقوا عليه، وقال انه كويس جدا انه رفض يمشي معاهم لانه كان هيضطر يحميهم وفي الاخر كمان كانوا هيسرقوه. وكمل طريقه لوحده وشاف اغرب وحوش ممكن يشوفها في حياته، وظهر له مجموعه مقاتلين تانيين والمره دي رفعوا عليه السلاح ومنعوه من انه يعدي. فجالهم شيخ عجوز وبنت شابه جميله وطلب منهم ما يعملوش مشاكل، وعرض على تشي تشين انه يبقى ضيف عيله ليو، لكنه رفض طبعا وقال له انه وراه حاجات كتيره مهمه. فطلبت البنت منهم يسيبوه ويمشي من غير مشاكل لان شكله انسان كويس، ولان البنت دي ما كانتش مجرد بنت عاديه لكن اميره وليها مكانتها. فسابوه، بس لو دخل يقطف من الاعشاب الموجوده وكان عايزين يهاجموه تاني، وفهمهم انه بس محتاج اعشاب لان معرفته قليله بالكيمياء. وافقت الاميره انها تديله الاعشاب اللي عايزها، ورفضت تاخد منه ثمنها، ومنعت الحراس انهم يقربوا منه، وقالت ان لو اي حد ضايقه هتعاقبه. واتفرجوا عليه وهو بيطلع على جبل واخد حطب ولع فيه، وفجاه ظهر وحش طاير عملاق فجروا يستخبوا، ووقف تشي تشين يقتله من غير ما يخاف. وبعد ما الطاير هجم عليه استخدم تشي تشين تشكيل سحري كتفوا بيه. الاميره واللي معاها ما كانوش مصدقين عينيهم لما شافوا قوه تشي تشين الكبيره قوي، وقالوا تشي تشين انه موافق يحرره بس مقابل ان يديله جواهر قوه كتيره وكمان يبقى تابع ليه. ووافق طائر، وطلع تشي تشين على ظهر الطائر وخلاه يطير بيه. والاميره والباقيين ما كانوش عارفين ان كان اللي شايفينه ده حقيقه ولا خيال. وفضل تشي تشين على ظهر الطائر ومعاه الخريطه بيدور على مكان المسابقه ومكان الكنوز الحقيقيه، وكان بيحسب المخاطر اللي هيمر بيها.
ومن وسط كل ده قال ان الكنز الحقيقي انه يلاقي والده، وخلى الطائر يوصل لمدينة وو، وطلب من الطائر انه يستناه في الجبل لان من الخطر عليه انه ياخده معاه جوه المدينة. وكان جوه مدينة وو مقاتلين واقفين بيواجهوا وحش سحلية ضخم جدا محدش منهم كان قادر عليها لانها سريعة وقوية ومهارتها كتيرة، حتى جروحها بتخف بسرعة جدا. ولما قربت من الأميرة سيزا، نفس الأميرة اللي قابلها تشي تشي من شوية، الكل جري علشان ينقذ الأميرة، بس السحلية ضربتهم كلهم ومسكت السحلية الأميرة بلسانها ولسه هتاكلها. اتدخل تشي تشين وقطع لسان السحلية وأنقذ الأميرة، فجري كل الحراس اللي معاها اطمنوا عليها ومعاهم والدها. وبعدها راح شكر تشي تشين وهو بيقول في باله إنه شخص قوي جدا لأنه قتل السحلية بسهولة، وعرض عليه يكمل رحلته معاه علشان يحمي الأميرة. ولا السحلية مرة واحدة فاقت وجت من ظهر تشي تشين وبسرعة البرق كان هيضربها، وحدفها في الجبل وطار وراها، طعنها بسيفه وقتلها واخد منها جوهرة الروح بتاعتها. وكالعادة الكل كان مبهور بيه. وقربت الأميرة عرفته على نفسها وقالت له إن اسمها شي يويان، وهو كمان عرفها على نفسه وشكرته إنه أنقذها. وبعتت الحارس بتاعها استخدم آلة سحرية معاه وصغر بيها عين السحلية واخدها حطها في صندوق واداها لتشي تشين، وقالت له الأميرة إن دي تمنها كبير جدا وإنها بتتمنى لو قبل هديتها. فوافق تشي تشين ووافق كمان إنه يمشي معاهم وكملوا كلهم طريقهم مع بعض. وهما ماشيين قالت له الأميرة إن الأراضي هنا مليانة بالأعشاب لأن مدينة وو مشهورة جدا بصناعة الإكسير، وقالت له إن كل هدفهم إنهم ياخدوا 3 عيون سحالي علشان يصنعوا بيها إكسير قوي جدا. وأخيرا بعد ما مشوا كتير جدا وصلوا للسوق ولقوا ناس كتيرة متجمعين على بيتهم، فقالوا إن أكيد في حاجة وحشة حصلت وجريوا على هناك علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل. كان شيو زي دونج بيتخانق مع كبير العيلة لأنه كان وعده إنه هيتجوز بنته شيو يان، وقال له كبير العيلة إنه صحيح وعده بكده بس برضه ما يقدرش يجبرها على حاجة. لكن شيو زي دونج قال له إنه ما يهموش دلوقتي أي حاجة غير إنه يوفي بوعده ليه، واداله فرصة 3 أيام بيحضر فيها للفرح. فندت شيو يان عليه وفي إيديها سيف وقالت له إنها ما قدرتش تجمع ال3 عيون لكن برضه مش هتتجوزه. وطلعت الأميرة عايزة تسلمها لشيو زي دونج علشان ما تتجوزهوش، وحب قائد الحرس بتاعها انه يقف في وشه. لكن شيو زينج دونج كان قوي جدا وبمجرد ما نفخ فيه طياره وحدف سلسله على شيو يان وضرب والدها قدام الكل وطلب منه ما يتدخلش والا هيقتلهم هما الاثنين. وفضل يسحب الاميره بالسلسله ومحدش كان قادر عليه خالص. واخيرا اتحرك شي تشين واول حاجه عملها انه كسر السلسله وحرر شيو يان وقال لشيو زي دونج انه ما يعرفش ايه اللي بينهم ولا مين صح ومين غلط، لكن اللي شايفه غلط انه ما ينفعش يسيء لبنت بالشكل ده مهما عملت معاه، ده غير ان اكيد في قانون في المدينه والافضل انه يلجا له. فقال له شيو زي دونج ان القانون اللي يعرفه هو القوه وبس. وكانت شيو يان خايفه على تشي تشين وطلبت منه يهرب لان عيله شيو عيله شريره زيه ومحدش بيقدر عليهم. هو رفض ودخل اتعرف على والدها، ولما لقى شي زي دونج بيهجم عليه وقف قتله. ولاحظ الكل قوه تشي تشين اللي ما كانش لها مثيل واللي قدر بيها انه يضرب شي زي دونج ويهزمه. والحراس اللي كانوا معاه فضلوا يترجوا تشي تشين انه يسيبهم عايشين، بس والد شيو يان رفض وامر بالقبض عليهم. ولما جم يهربوا وقفهم تشي تشين بنفسه وضربهم وهددهم انه لو شافهم تاني مش هيحصل لهم كويس. وطبعا شيو يان اخدته على قاعه الضيافه وتوصت بيه على الاخر بعد اللي عملوا معاها هي واهلها، وبقت تقدم له الضيافه بنفسها ووالدها قدم له تحيه خاصه. هو بياكل حس ان تعبان جدا، فقام تشي تشين كشف عليه وطلع الابر بتاعته وعالجه بيها، وقالوا انه كده خلصوا من السم اللي في جسمه واداله قوه اضافيه فوق قوته. طلب منه يقوم يجربها، وفعلا لما السيد ليان قام جرب قوته كان سعيد جدا. وطلب من تشي تشين انه يساعده في حاجه تانية، وهي ان في شخص شاطر جدا في الكيمياء من عيله ليو اسمه باف ليو مسيطر على كل الادويه وبيطلب مبالغ كبيره جدا مقابل اي علاج، ده بيخلي معظم الناس تعيش مريضه وتموت، وطبعا كان كل ده ضد القانون. فقام تشي تشين معاه وطلب منه يوديه لمكان باف ليو، ولما وصلوا منعهم الحراس وهاجموهم فضربهم تشي تشين. وقبل ما يدخل لاحظ ان في شخص مجروح وبيتألم، كان الحراس رافضين يعالجوه لان مش معاه فلوس، فاداله تشي تشين اكسير مناسب لحالته. واول الشخص ده ما اخذ العلاج استرد صحته بالكامل وقام وقف وقال لاخواته ان من اليوم ده هيوفي الجميل لتشي تشين مهما كان الثمن. وتشي تشين حتى ما سموهوش لانه كان دخل محل الادويه، وطلب من السيد ليان انه يكسر المكان ويضرب كمان حراس المكان. وقال لهم تشي تشين انه بس عايز يقابل باف ليو، فوقف في وشه قهوه حارس وقال له انه اقل من انه يقابل سيدهم. ولما جه يهاجمه وقف ليان في وشه، لكن تشي تشين طلب منه يسيبه يتصرف الاول، وطلع سيفه وصد ضربه الحارس. استخدم الحارس اقصى قوه وبرضه صد تشي تشين الضربه وضربه بسيفه وقضى عليه، فوقع الحارس في الارض غرقان في دمه. فخرج لهم باف ليو بنفسه وسال تشي تشين هو مين وعايز ايه، وقال لليان ان عمر ما كان في بينهم مشاكل علشان يقتحم المكان ويعمل فيه كده. فطلب منه تشي تشين يبطل تمثيل، وجاب الخادم اللي حط السم لليان. والخادم اول ما شاف ليان طلب منه انه ينقذه، بس تشي تشين قال له انه لو ما اعترفش بحقيقه اللي عمله هيبقى مصيره زيه زي الحارس اللي مات قدامه ده. وعلشان باف ليو ينقذ شكله قدامه وقدام الناس هجم على تشي تشين علشان يقتله، لكن تشي تشين صد ايده واستغرب جدا باف ليو من قوته وامر حراس انهم يقضوا على تشي تشين، لكن برضه تشي تشين ضربهم كلهم. وقتها اترعب الخادم واعترف على باف ليو ان اداله السم وطلب منه يسمم بيه ليان. وجه باف ليو يستخدم قوته طلع تشي
تشين سيفه وقضى عليه، وطلب من ليان انه يفتش القصر كويس ويبعت له كل الكنوز اللي يلاقيها، وطلب منه السيد ليان انه ينتبه كويس لان اكيد عيله باف ليو مش هتسكت على قتله لابنهم. فعلا كان الخبر وصل للعيله وعلى المساعد بتاعه انه ما قدرش يعمل حاجه ولا يساعده، وكان كل هم كبير العيله هو قصر باف ليو والكنوز اللي فيه. بنرجع تاني لتشين اللي جات له شيويان وقالت له انهم لقوا كنوز كتيره قيمه وغاليه، من ضمنهم ورده لوتس محطوطه في صندوق خشب علشان يحافظ على قيمتها. اول ما شافها شرح لها اهميتها وازاي بتنمي القوه جدا، وبعدها جاله 2 من الحراس بصندوق كبير مش قادرين يشيلوه من تقله، وقالوا له انهم جمعوا كل الكنوز اللي لقيوها فيه. فتحوا له الصندوق علشان يشوف اللي جواه، لقى انواع كتيره من الاعشاب والاكسير المركز. فقال لليان انه يقدر من النهارده يناديه باسمه من غير القاب، وده اول طلب يطلبه منه. اما تاني طلب فهو ان يرمي كل اللي جابه له ده في الزباله. واستغرب كل الموجودين لان الادويه والحبوب غاليه وجودتها عاليه. طلع واحده من الاكسير اللي معاه، ومجرد ما شافوه كانوا عايزينه، وقالوا له ان الاكسير شكله وريحته بيدلوا على انه نقي جدا. وادى لليان ازازه مليانه بالاكسير، وقال له كمان يعمل خصومات على كل الادويه. فعلا طلع ليان واعلن للكل ان من النهارده هيكون في اكسير عالي الجوده وبخصم كبير جدا. والناس استغربت ان عيله شيو بقت بتفهم في الكيمياء والادويه من امتى ده بقى. رد عليهم ليان وقال لهم ما يجيبوش سيره باف ليو وادويته رخيصه تاني، لانه اشترى صفقه كبيره جدا من ادويه مستواها عالي جدا وسعر قليل. ولسه هيوريهم الاكسير اللي معاه كان السيد زو شيو حاكم المدينه، وصل ومعاه حراس كتيره. وسال ليان ازاي اتجرأ وعمل كل الجرائم دي، وكان عايز ياخده السجن. حاول ليان يفهمه انه مش غلطان، بس الحاكم رفض يسمعه وصمم انه ياخده للسجن. فخرج له تشين وقال له ان هو اللي قتل باف ليو. فامر الحاكم الحراس انهم يقبضوا عليهم هما الاثنين، وقال لهم ان اي حد يقاومهم يقتلوه. وقفهم تشين وقال له كل الناس الموجوده انه عمل كده علشان يخلصوا من استغلال باف ليو ويوفر لهم الاكسير بجوده احسن وسعر اقل. فاستهزأ بيه الحاكم وساله ازاي هيعمل كده وهو مش فاهم اصلا في الكيمياء. فقال له تشين انه كيميائي كبير، وطلب من ليان انه يوري له الحبوب اللي اداها له. كان الحاكم مش مقتنع خالص وامر الحراس انها تقبض عليه، بس المره دي الناس هم اللي وقفوا في وشه. قالوا له انه عايز يقضي على تشين لانه مش عايز حد يساعدهم علشان يحافظ على مصلحه الاغنياء من عائلات الصفوه الخمسه اللي هو واحد منهم. وجه زاو تيانج لان وده اقوى سياف وقف في وش الحاكم وسابهم تشين يتجادلوا، وقال للناس ان الحبوب بتاعته جاهزه واي حد يقدر يشتريها بسعر الخصم. فراح زاو تيانج لان ساله ان كانت فعلا الحبوب بتاعته مفيده ولا لا. فقال له تشين انه جربها بنفسه، انه ممكن يسال عنها في مدينته. ولما قال له اسمه عرفه زاو تيانج لان، وعرف كمان انه حفيد ديانج ملك الحرب. فاعتذر له وقدم له كنز غالي مقابل الاكسير اللي عايزه. فاخد تشين الكنز ودخل حضر له الاكسير على طول. اما الحاكم فرجع لكبير عيله ليو واعتذر له انه ما قدرش يقضي على تشين وياخد منه المحل لان الناس كلها تعاطفت معاه. فطلب منه كبير العيله انه ينادي له المقاتل ليو، واول ما جاله طلب منه كبير العيله انه يقتل تشين وليان. واخدوا الحاكم عرفه مكانه، وفعلا راح له ليو واتسلل لحد اوضته من غير ما حد يشوفه ولا يحس بيه. بس تشين حس بيه ووقف يقتله وضربه ضربه طيرته بره المكان وكسرت المكان كله. وكان الحاكم والمساعد بتاعه واقفين بره وسامعين صوت التكسير والضرب وفاكرين انه ليو هو اللي بيضرب تشين. بس اللي حصل هو العكس، ونجح تشين انه يقتله بسيفه. وامر رجالته انهم ياخدوا جثته ويرموها قدام المحل، وفعلا عملوا كده. وجري عليه الحاكم والمساعد علشان يشوفوا مين اللي مات. اول ما قربوا لقيوا جثه ليو فاتصدموا. وتاني يوم راح ليان وبنته فتحوا المحل واتفاجئوا باعداد الناس اللي كانوا مستنينهم يفتحوا علشان يشتروا منهم الحبوب. وقال لبنته انهم بقوا مشهورين وهيكسبوا فلوس كتيره. وجه تشين فقرب منه زاو تيانجلان واداله كنز الورده، وطلع تشين ازازه فيها حبتين. اول ما زاو تيانجلان طلعهم كل الموجودين انبهروا من قوتهم وبقوا عايزين هما كمان يشتروا. فدخلوا كلهم المحل والايرادات زادت بشكل كبير جدا. وفضل تشين طول اليوم يجهز في الاكسير والتركيبات لحد ما تعب. وجه ليان في اخر اليوم بفنجان شاي سخن وطلب منه يرتاح، وبلغوا انهم باعوا كميه كبيره جدا من الحبوب. نرجع تاني لكبير ليو واللي كان هيتجنن وعايز يخلص من تشين باي شكل. ما كانش يعرف ان تشين كل ما ادى قوته بتزيد لانه بياخد من الاكسير اللي بيحضره وكمان بيتدرب، وده خلاه يوصل لمستويات القمه. وبرضه ما كانش بيكتفي بده ابدا وبيبقى هدفه انه يوصل للاحسن. وجاله ليان بلغه ان في ضيف مستنيه وهو رئيس الغرفه التجاريه، وده برضه من عائلات الصفوه الخمسه في مدينه وو. فراح له تشين طلب منه حبوب تقويه المنافس، وده علشان مسابقه العائلات. بس تشين رفض. وقتها غضب الرئيس جدا، بس بدل ما يمشي حاول معاه تاني وقال له انه يحميه من العائلات التانيه. فقال له تشين انه اصلا فاز باللقب في مسابقه الممالك الخمسه. فقال له الرئيس انه يعرف مكان وحش الدم واللي فضل يحمي نبات روح الدم بالالاف السنين. فعرض عليه تشين انه يديله نبات روح الدم وينفذ له اللي عايزه. بس الرئيس قال له انها مش ملكه لوحده، وطلع كارت اداهوله وقال له يديه للامير ويلي، لان ده معناه انه موافق على انه يديله نبات الدم اللي ليه قوه نار كبيره جدا، بس في المقابل عايز يتعاون مع الغرفه التجاريه. وسابه يفكر ومشي. وبمجرد ما خبر مروح رئيس الغرفه التجاريه لتشين ما وصل لكبير عيله ليو خلاه يتجنن، وكان شايف ان الموضوع غريب لحد ما اخوه لفت نظره انه ممكن يكون طلب منه اكسير قوه. فقال لهم انهم لازم يستردوا المحل قبل ما الدنيا تخرب عليهم اكتر من كده. وقال
وقال لهم انهم لازم يشتكوه لرئيس مدينه وو. وتاني يوم من بدري كان في مزاج كبير في الغرفه التجاريه والكل راحوا حتى تشي تشين، ولاحظ ان في مكان مكتوب عليه انه لكبار الزوار، فبعت لواحد من العاملين نده له الرئيس ديون وساله مين هو الضيف اللي في مكان كبار الزوار، بس الرئيس كان خايف يقول له، فجاوب تشي تشين انه موافق على التعاون بينهم وهيوري له كل الاكسير والحبوب اللي محتاجها، واللي هيكون مسؤول عن ده هي عائله تشيو، انه هيسيب مدينه وو ويسافر، واداله احتياجاته لاول الشهر. وكان الرئيس ديون مبسوط وفرحان جدا، واخد كل الحاجه بتاعته وراح يجهز تمنها والمواد هيبدلها معاه ويمشي. وبدأ تشي تشين ينتبه للكنوز اللي موجوده، واعتبر كبير عيله ليو ان ده تحسن، وفضل يزود لحد ما تشي تشين قال رقم كبير جدا وكسب المزاد، وحس كبير العيله انه كان بيتحداه. من ناحيه تانية كان الرئيس ديون جاهز طلبات تشي تشين من سعر الاكسير، واول حاجه عملها انه فعل حمايه على المكان اللي هو فيه علشان محدش يشوفه. بعد كده حط التكوين على الصندوق وكتب عليه رمز، وبدأ ياخد الكنز، وكان عباره عن اعشاب نادره جدا. وبعد ما خلص شال الحمايه ورجع تاني للمزاد، وتعرض كنز اللوتس التلجي، وبمجرد ما فتحوا لها الصندوق خرج منها طاقه ملت المكان كله، والكل قال ان الكنز ده ثمين جدا وغالي، وقال تشي تشين انه لازم ياخدها باي ثمن. وبدا المزاد ب 3 مليون عمله ذهبيه، وطبعا الكل زود لان كان عندهم استعداد ياخدوها باي ثمن، لكن كبير عيله ليو كان شايف ان تشي تشين بالذات بيتحداه وعايز يخطف منه كل حاجه، فقال له تشي تشين انه اللي يقدر ياخد حاجه ياخدها، وفضل يعلي في المزاد على الكل لحد ما فاز بيه. وقال للرئيس انه هيسيب المدينه، ووصى السيد ليان انه يلتزم بالاتفاق مع الغرفه التجاريه. اما كبير عيله ليو فرفض انه يستسلم بسهوله، وقرر انه ياخد كل رجاله العيله ويروحوا ورا تشي تشين يضربوه وياخدوا منه الكنز. وخرجوا سالوا عن الاتجاه اللي مشي فيه وجريوا وراه علشان يلحقوه، وكان تشي تشين حاسس بيهم وعارف انهم جايين له، ووقف يستناهم وهو بيضحك، وفعلا وصلوا له وحوطوه من كل الاتجاهات، واهمل نفسه وعمل نفسه ما يعرفهمش وانه فاكرهم جايين يسرقوا منه وصفه الحبوب، وضحكوا عليه. وثواني ووصل كبير العيله وضربوا ضربه قويه، فمثل تشي تشين انه مات. فرحوا كلهم فيهم، وبعت كبير العيله مقاتل من عنده علشان ياخد كل الكنوز من تشي تشين. واول ما المقاتل قرب من تشي تشين قتله، وقام وقف لكبير العيله بسيفه وفضل يضحك. ولما سالوه بيضحك عليه قال لهم انه بيضحك عليهم لانهم اغبياء ووقعوا في الفخ. قبل ما يتحركوا اي خطوه كان وصل مقاتل باين عليه القوه، وقال لهم انه هياخد زهره اللوتس وبعدها يقتلهم كلهم. وغباء مقاتلين عيله ليو خلاهم ما يصبروش عليه اما يقضي على تشي تشين وقتلوه. وبعد ما قتل عدد كبير منهم بسهوله اتحدوا مع بعض وعملوا تشكيل الموت، فطلع المقاتل كرة سحرية حدفها في قلب التشكيل دمره. وقتها قالوا ان قوته كبيرة جدا، بس برضه ما استسلموش وعملوا تشكيل جديد وهجموا عليه بيه وكتفوه. فقال تشي تشين لنفسه ان ده الوقت المناسب للقتال، وطار لفوق علشان ينزل عليه بسيفه، بس المقاتل ده حرر نفسه وهاجمه. وفضل تشي تشين يهرب من ضرباته واستخدم اوراق النار اللي معاه والكنوز، وساعد عيلة ليو وزود قوة المصفوفة بتاعتها، وطلب منهم يهاجموا المقاتل، بس برضه في النهاية ما قدروش عليه. فهرب تشي تشين من قدامه، ولما الباقيين جم يهربوا وصل لهم المقاتل وقتلهم واخد كل الكنوز اللي معاهم، وقال انه مش لازم يسيب تشي تشين يهرب بالكنز اللي معاه. وبعت روح اسيره ورا تشي تشين تعرف مكانه، وحس بيها تشي تشين وحاول يبعدها لكنه ما نجحش، فاستخدم قوه البرق وفجر المكان كله. وكان اخيرا وصل للجبل، فنادى عليه الطائر الوحشي بتاعه وركب على ظهره ومشي. وشافوا المقاتل وهو بيهرب، ولقى كمان الروح بتاعته اختفت، فاتضايق جدا ومن كتر غضبه كان هينفجر، وقال انه لازم يروح ورا تشي تشين ويقضي عليه. وطلع كوره صغيره حدفها في الارض واختفى معاها. وكان تشي تشين سعيد جدا بالكنوز اللي اخدها. وبعد ما بعت كويس قعد في مكان وطلع ورده اللوتس الثلجيه علشان يمتص قوتها، ولقاها دخلت جوه عقله بسهوله، فدخل جوه بحر روحه وعرف ان الورده عليها حمايه كبيره جدا وما كانش عارف يوصل لها بسهوله. وفضل يجرب والروح اللي جوه الورده تهاجمه لحد ما قدر اخيرا انه يسيطر عليها. واول ما جه يلمسها شاف ناس كتيره حاولت تمتص قوتها وقتلتهم الورده، فمسكها هو وفضل يمتص قوتها لساعات. وبعدها جرب قوته الجديده وكان فرحان جدا، ونادى على الطائر بتاعه وركب على ظهره. ويدوب مشي كان المقاتل وصل المكان، ولما جه يطير وراه اكتشف ان تشي تشين عامل حمايه ومانع اي حد يطير. ووصل تشي تشين عند الجبل ولقى هناك الاميره شيان شو اللي كانت معاه في المسابقه، وكان في بينهم سوء تفاهم كبير، وكان معاها اخوها الامير. واستغربت انه مش مع مجموعته، قال لها ان هي كمان مش مع مجموعتها. وكانوا هما كمان رايحين لمسابقه متحف الاجداد، فمشوا معاه ووصلوا للسوق. قابلوا هناك المقاتله هو، وكانت تعرف الامير وعرضت عليه انه ينضم لها، خصوصا ان الجنرال بتاعها في الطريق ليها وده شخص عبقري. فوافق الامير وطلب من اخته انها تروح معاه، بس هي قالت له انها تكمل الطريق مع تشي تشين. وتشي تشين رفض انه ينضم للامير، واخد الاميره شيان شو ومشوا في طريق تاني. وقالت له ان المسابقه دي هيكون فيها عباقره كتيره وعلشان كده لازم يخلوا بالهم كويس. فورى لها جزء من قوته وقال لها انه دايما بيخفي قوته علشان يفاجئ عدوه. اخدها ودخلوا مطعم كان فيه وانج شيانينج صديقه من الاكاديميه. وفي وانج اتحدى مقاتل قوي جدا اسمه وو يا، وبيقول على نفسه انه محدش يقدر يقف قصاده ابدا. وطلع وانج سيفه وقال له انه هيقطع له لسانه علشان يبطل يتفاخر تاني بالكذب. وبعت له وانج ضربات قويه بس هو صدها بسهوله. وقفوا هما الاثنين في مواجهه مع بعض، وقعد تشي تشين يتفرج وبيقول للاميره ان وانج شخص ذكي جدا وقوي،
بس ناقصه حاجات بسيطه ويقدر عليه، ولا وو هيضرب وانج ضربه مميته فبعدوا عنه. وقتها اصحاب وو يا قاموا له، فطلبت منه الاميره انه يسيبها تتصرف، ووقفت قتلتهم وكانت على وشك انها تقتلهم، فوقفت القتال وطلبت منهم يبعدوا عنهم. فوقف وو يا وقال لها انها بنت جميله جدا وقويه، لكن الغريب ان اتنين فاشلين زي وانج واللي معاها يتحاموا فيها، وطبعا ده اهانه كبيره لتشي تشين. قعد تشي تشين متمالك اعصابه ونادى على وانج وقال له انه عايز يبقى يعلمه ازاي يكسب القتال مع الفشل اللي زي وو يا، وطبعا دي كانت اهانه كبيره جدا لويا. وبعت لتشي تشين ضربه قويه جدا فصدها تشي تشين وخلاها ضربه معاكسه ليه، وما قدرش ويا يستحمل قوتها ووقع على الارض وفضل يتألم، فاخدوه اصحابه وبعدوه علشان يرتاح. وقعد وانج مع تشي تشين وقال له انه قرر يحضر المنافسه دي مع عيلته، وكان مستغرب ان تشي تشين هيحضر المنافسه مع الاميره شيان شيو وانهم بقوا اصحاب بعد المشكله اللي كانت بينهم. فردت عليه شيان شيو وقالت له ان ده كان سوء تفاهم وراح لحاله، فسالهم ما كانوا زعلانين ليه اصلا، وما كانتش عارفه ترد عليه لان الموضوع محرج. فغير تشي تشين الكلام وطلب من لو لو احتاج اي حاجه يبقى يكلمه، فشكر وانج جدا وفكرته شيان شيو انه محتاج يتدرب على مهارات السيف اكتر. فقام تشي تشين وقعد يشرح له التقنيات وازاي ينفذها، وبعدها قابل باقي المجموعه والجنرال تشي وعرفه على ابنه شياو جينج، وكان ولد مؤدب جدا مع تشي تشين وقال له انه بيحلم يكون زيه. وقال له الجنرال ان شياو جينج بيتدرب كتير وناوي يشترك في مسابقه المملكه معاهم، وطلب الجنرال من تشي تشين انه يتدرب مع باقي زمايله علشان يبقوا جاهزين للمسابقه. شرح لهم ازاي يقدروا يكسبوا في المسابقه دي، وطلع واحد منهم عبقري كمان. وهما بيتكلموا عرفوا ان المسابقه هتبتدي وعاصمه نادو اللي هيتم فيها المسابقه ظهرت، فطلعوا يجروا عليها. وكان المقاتل اللي عايز يسرق تشي تشين هو كمان وراهم، بس برضه ما لحقوهوش فطلع وراه. وقف الجنرال قال لتشي تشين والباقيين ان قدامهم وقت يركزوا فيه قبل المسابقه، واللي عايز يتدرب يلحق بسرعه يعمل كده. ومش هما لوحدهم اللي راحوا على هناك، لكن مقاتلين كل مملكه راحوا على هناك. ووصل كمان هو زونجنان زعيم طائف الجوشيان، وكان موجود علشان يحافظ على تنفيذ القواعد والالتزام بيها علشان يصدقوه. ورا لهم الشاره اللي معاه وقال لهم كمان انه هيشترك معاهم هو وتلاميذه. ووصل عبقري مملكه وي وتلاميذه، ومن غير تفاهم هجم على تلاميذ مملكه تانية وضربهم واخد مكانهم، ومحدش كان عاجبه اللي بيحصل. ولما جه وويا يعمل زيه مع هو زونجنان ضربه هو وكل اللي معاه. فوقف وويا طلع كل قوته واستخدم تقنيه التجسيد العملاقه وهاجمه، بس هو زونجنان سخر منه وضربه ضربه واحده خلاه يقع على الارض، وحذره انه لو سمع صوته مش هيرحمه. وما في ثواني وكان باقي المشاركين وصلوا، والمفروض ان كل مجموعه بتمثل مملكه، والمفروض انهم يقفوا على قمه من كل القمم الموجوده، ولان كل القمم كان فيها ناس فكان لازم يقتلوا حد ويبعدوه عن مكانه. فقربت مجموعه منهم على قمه مملكه وي، فخاف مقاتلين وي ومشوا على طول وراحوا يدوروا على مكان تاني. وكان كمان من ضمنهم الاميره شيان شيو، كل اللي شافها وعجب بيها وكان عايزها معاه، طبعا لان جنرال مملكتها عارف نيتهم السيئه فرفض. لكن هو مقاتل وهو دايشين قال لها انه هياخدها خدامه عنده لان شكلها قوي وهتفيده في المسابقه، وما سابلهاش حريه الاختيار. وحب ويا انه ينتقم من تشي تشين، فقال لدايشين ان تشي تشين هو كمان قوي جدا وعبقري وموهبته فريده واكيد هينفعه. فوافق دايشين وقال لتشي تشين انه هو كمان هيبقى خدامه مع شين شيو، ووقتها هيبقوا في امان، ولو رفضوا هيقتلهم. فرد عليه تشي تشين رد فاجئ الكل وانه موافق على القتال، وساله ايه هي القواعد اللي هيلتزموا بيها. كل قال عليه انه مجنون لان دايشين كان قوي جدا وليه مكانه كبيره. وردت شيان شيو هي كمان وسالت برضه على القواعد، فرد ويا وقال انهم لازم يتعاقبوا. وطار دايشين مره واحده وضربه وقال له انه بيحب يقف في هدوء، وهدد تشي تشين وشيان شيو تاني. فقال له تشي تشين انه جبان والمقاتلين الموجودين فيه كتير منهم اقوى منه، لكن كمان في كلاب ليه. وفعلا نجح تشي تشين انه يقلب معظم المقاتلين عليه، بس جنرال ليو شين رفض طريقه الكلام دي وطلب من تشي تشين انه يسمع كلام دايشين لانهم كلهم بيحترموه. فرد عليه تشي تشين وساله عن رد فعله لو دايشين طلب المقاتله اللي معاهم وهي هو. ومقاتل من مجموعه حس بالاهانه من كلامه وكان عايز يسكته، فهجم عليه بسكينته، بس قبل ما يقرب منه كان دايشين هو اللي ضربه ورجعه تاني لقمه مجموعته. وقال له الجنرال هو وكل المجموعه ان هو بس المسؤول عن حمايتهم، وطلب منهم محدش يتدخل تاني. وقال لتشي تشين انه هيقتله النهارده. فسالوا تشي تشين هل هيقتله لانه مش عاجبه كلامه وهيرفض طلب دايشين ومش هيديله هو. وبدا دايشين يحس انه كمان عايز يعرف رده. وهما بيتكلموا بقى له ريح قويه وظهرت مدينه الاجداد، وبداوا كلهم يدخلوا فيها. ووصى الجنرال تلاميذه انهم يبقوا حريصين ويخافوا على بعض جوه، وانتقلوا بالقمه بتاعتهم وقربوا من مكان الدخول، والمجموعه كلها دخلت ما عدا هو. فاستخدم قوه البرق لحد ما دخل من الحاجز. ووقف واحد وطلب منهم يبداوا القتال، وحتى هو هجم على واحد بشكل عشوائي، لكن نزلت صاعقه وقضت عليه وما خلتلوش اثر. وكان دايشين مش فاهم ايه اللي حصل، ففهمون اللي بيهاجم قبل بدايه الجولات بيحصل له كده. وشرح لهم الامير شيانج ان في اعتبارات
مستويات كتيرة بيتم تقسيمهم ليها زي القوة والسرعة. وفجأة لقيوا بوابات ظهرت لهم من تحت الأرض وتكون تمثال فضي، وقال إن هو اللي هيكون الحكم في المسابقة دي، وقال لهم إن الاختبار هيبقى حالا، وكل مقاتل هيقف قدام بوابة من البوابات اللي ظهرت من تحت الأرض، وكل واحد منهم مطلوب منه إنه يعدي الاختبار ده، واللي هينجح منهم هينتقل للمستوى اللي بعده. وشرح لهم الاختبار هيبقى عبارة عن إيه، وفضل تشي تشين يسأله أسئلة كتيرة جدا لحد ما الحكم زهق وقال عليه إنه غبي، وأعلن عن بداية المسابقة على طول. ودخل المتسابقين كلهم ومنهم تشي تشين، واللي لقى نفسه في عالم من الطاقة مش باين فيه أي حاجة، وكل طبقة فيها أنواع مختلفة من تكوينات الفنون القتالية، وكل واحد منهم المفروض إنه يسيطر على الطاقة الموجودة. وموجود على البوابة لمبات لو نورت بضوء أحمر فده معناه إنه فشل، ولو نورت بضوء أخضر يبقى نجح. وكان تشي تشين أول واحد اللمبة بتاعته طومت بالأحمر لأنه حس بتعب مفاجئ، وكل اللي واقفين مستنيين النتيجة سخروا منه وقالوا عليه إنه فاشل. بس المفاجأة إن الضوء الأحمر اتحول لأخضر، ولأنه سيطر عليه وتعب على كرة الطاقة اللي معاه وفضل قاعد يتدرب. وبدأ معظم المشتركين يخرجوا من البوابات بتاعتهم، واللي لمبة البوابة بتاعته حمراء بيتم استبعاده، وأصحاب اللمبة الخضراء بيتأهلوا للمرحلة اللي بعدها، وكل واحد منهم على حسب المستوى اللي وصل له، لأن اللي بيقدر يستحمل فترة أطول في البوابة وهو ضوء أخضر بيوصل لمستوى أعلى. وده اللي عمله تشي تشين هو وثلاث مشتركين تانيين وصلوا للمستوى الخامس ولسه برضه مخرجوش، وخرج أول اتنين وبعدهم خرج دايشن. وقف فاخر بنفسه وكان فاكر إنه هو آخر واحد يخرج، لحد ما شاف بوابة تشي تشين من إحراجه قال عليه إنه أكيد بيغش أو بوابته فيها حاجة غلط. لكن اللي حصل إن تشي تشين كان بيستخدم كل قوة التشي الكبيرة جدا اللي عنده، ولما وصل للمستوى التاسع خرج وكان مش قادر يتحرك ولا خطوة، فقعد في الأرض يستجمع كل قوته ويعالج نفسه. طلع الحكم أعلى نتيجة الاختبار الأول، ولما مقاتلين من اللي واقفين اعترضوا على النتيجة خفاهم الحكم من الوجود وأعلن بداية الاختبار الثاني وهو اختبار التكوين. وكل واحد من المشتركين لقى نفسه تحته تكوين، وقال لهم الحكم إن التكوين ده قوته هتزيد مع الوقت، واللي هيستحمل أكتر من ساعة هيفوز. وبعد شوية بدأ المقاتلين ينهاروا ويقعوا في الأرض، ما كانوش مستحملين القوة، وحتى تشي تشين ما كانش لاحق يسترد قوته وبدأ يحس بالتعب، فقال لنفسه إنه لازم يستخدم قوة روحه. ونفس المقاتلين اللي كانوا بيتريقوا عليه في الاختبار الأولاني برضه اتريقوا عليه في الاختبار ده، لأنه بدأ ينزف من التعب. لكن فجأة ليو تحسن وهم اللي خسروا وخرج الكل، وبرضه تشي تشين فضل للآخر، وده عن طريق تحكمه في طاقة لتشي. وانتهى الاختبار ده كمان، وظهر الحكم وأعلن عن الاختبار الثالث لكل اللي اجتازوا الاختبار الثاني، وكان عبارة عن مقاومة النقش بالطاقة الداخلية والطلوع على حجر عملاق، واللي هيقدر يوصل للعلامة القصوى هيفوز. وورى لهم الحكم جزء من القوة اللي هيواجهوها على الحجر، وقال تشي تشين ان الموضوع مش سهل ابدا، واعلن الحكم بداية الاختبار واختفى. واول واحد من المشتركين قرر انه يجرب هو زانج، وفضل طاير لحد ما وصل لارتفاع عالي جدا، لكن فجأة خرجت قوة كبيرة وقعته وبكده يكون فشل. وبدأ الحكم بعد كده يختار المشترك بنفسه وسأل إن كان ينفع يستخدم سلاح، فوافق. وفي تشي تشين قال للأمير شيانج إنه اكتشف طريقة ممكن تساعدهم على الفوز، وإنه يكتم نفسه وبكده هيكون وزنه أخف. ولما جه الدور على الأمير شوانج عمل بنصيحة تشي تشين، وكان أول واحد يفوز في المسابقة دي، وطلع بعدها باقي مجموعتهم وكلهم فازوا بفضل نصايح تشي تشين ليهم. وجه الدور على الأميرة شيان شيو وبرضه فازت بفضل قوتها، وزي ما كان في فايزين كان في خسرانين كتير. وكالعادة دايشن بيبقى كل همه إنه يسبق باقي المشتركين المنافسين، وفعلا بيقدر كل مرة إنه يتفوق عليهم كلهم ما عدا تشي تشين اللي كان دايما بيتفوق عليه. والمرة دي فضل تشي تشين طاير لحد ما عدى النقطة القصوى كمان، وعداهم كلهم بمسافة كبيرة جدا، وشاف حد جوه بحر روحه وبعدها فقد وعيه ووقع. لكن لحسن حظه إنه فاق في الوقت المناسب وطلع سيفه وساب علامة ونزل، ومع إنه عمل علامة بعد ما نزل مسافة بس برضه ساب العلامة في مسافة أبعد منهم كلهم. انتهى الاختبار وطلع الحكم قال إن كل اللي نجح في الاختبار ده هيبقى ليه هدية، والهدية هي قوة كبيرة اداها لهم، وقال لهم إن القوة دي علشان تساعدهم في الاختبارات اللي جاية. فعلا كلهم حسوا إن أجسامهم بقت قوية جدا، والطاقة والقوة اللي دخلت لجسم تشي تشين كانت أكتر منهم كلهم، لأن هو مستواه أعلى تفوق عنهم، فبقت هديته أكبر. ودخل جوه بحر روحه وحس إن كرات دمه بقت بتغلي. وبرضه خلص كل المتسابقين امتصاص قوتهم، ولقوا دايشن بيشع ضوء ذهبي بسيط، فعرفوا إن القوة اللي أخدها أعلى منهم. بس لما شافوا تشي تشين بيشع ضوء ذهبي قوي جدا ومستمر لفترة طويلة كانوا متغاظين منه جدا. وحتى وانج وباقي فريقه كانوا مستغربين من الضوء الذهبي. قال لهم تشي تشين إن الضوء ده غالي جدا، وده جاله لأنه زود مستواه وخلاه يكسر الحاجز ويزود قوته جدا. وسكتهم الحكم وطلب من الكل إنه ينتبه، لأن مرحلة قتال الساحة هتبدأ. وكان أول قتال بين كوين وتشي تشين، كانوا معتقدين إنه كوين هو اللي هيفوز، وده لأن تشي تشين كان خافي قوته عن الكل، واستخدم كوين مصفوفة قوية جدا، واستخدم كمان مروحته وعمل شلال هاجم بيه تشي تشين. وبضربة واحدة من تشي تشين كان قضى على شلال المية وضرب كوين. وطلع الحكم وقال إن القتال انتهى، ونقل كوين على مجموعته وهو مصاب وفقد الوعي، وقرب منه الجنرال وكشف عليه الشيخ اللي معاه وعرف إن حالته صعبة جدا.
فطلب من الشيخ التاني انه ياخده بسرعه علشان يتعالج، وراح هو هجم على الجنرال تشي بكل قوته، فوقفوا الحكم وقال ان ممنوع اي حد يعترض على نتيجه القتال، واللي هيعمل كده هيبقى عقابه كبير، وادى فرصه لاي حد خايف من القتال انه ينسحب. بس كل الموجودين ما لفتش نظرهم غير قوه تشي تشين اللي ما كانش مبينها لحد قبل كده، وكمل باقي المشتركين القتال. ولما جه الدور على وانج كان قدامه مقاتل قوي جدا وتقنياته عاليه، والكل توقع ان المقاتل ده هو اللي هيفوز، لكن تشي تشين كان واثق من مهاراته وقوه وانج وقال ان هو اللي هيفوز، وده لانه كان معلمه مهارات السيف. فعلا ده اللي حصل وفاز وانج في القتال. وجه الدور على الامير شوانج، من البدايه كان داخل خايف ومرعوب، وضربه المقاتل ضربه طيره بيها، فجري الجنرال تشي لحقه ومسكه واداله حبوب علاجيه، بس شوانج ما بلعهاش لانه كان فاقد الوعي. فقال تشي تشين للجنرال انه يديله واحده من الحبوب بتاعته ويحطها على عينيه وهو هيفوق. فعلا فاق شوانج، وبعدها بدا قتال شياو جينج وبرضه اتهزم. ولفت انتباه تشي تشين المقاتل يو ويفينج وقال عليه انه مش سهل ابدا، وده لانه عامل زيه هادي وخافي قوته، بس وقت القتال ما بيرحمش خصمه وبيكسبه. وقبل ما يجي الدور على تشاو لينجشان كان وصاها بكل الحركات اللي تعملها، وفعلا لما نفذتها فازت من اول جوله. وبدات التصفيات بين الفائزين، وقف تشي تشين مع زو جينج واتكلم عليه الكل، وقال انه من اول مقاتلين لدرجه انه هزم جيش لوحده قبل كده، وكان ضد تشي تشين، وكانوا متوقعين ان زو جينج هيقتله خالص. طبعا كل المقاتلين اللي مش بيحبوا تشي تشين فرحوا جدا، واللي بيحبوه خافوا عليه، وطلب تشي تشين منه انه يبدا الهجوم. واول ما زو جينج عمل كده وهجم عليه بسيفه بعد تشي تشين عنه بسهوله، فاستغرب جدا زو جينج من قوته، وقف حضر اقصى قوه عنده وضرب تشي تشين بيها، بس برضه تشي تشين صدها وقف وعينيه كلها تحدي. وكان زو جينج هيتجنن ويعرف ازاي حصل كده، وهجم تاني عليه بسيفه، فعمل تشي تشين بلوره حمايه عليه ومنع انه يوصل له بيها. وما كانش تشي تشين بيهاجم خالص، وكل اللي بيعمله انه بيصد ضربات زو جينج، وقال له انه بس عايز يعرف اخر حاجه عنده ايه. فقال له تشي تشين انه هيعلمه مهارات السيف الحقيقيه، وفضل يتحرك حوالينه بسرعه البرق وقطع له خصل كتيره من شعره. حس زو جينج بالاهانه قدام الكل، وبعد ما كانوا بيمدحوه مشهور بقوته قال انهم مش هيتكلموا بعد كده غير على اللي عمله تشي تشين، وقالوا انه لازم يهزمه باي ثمن، ويستخدم قوه البرق وجمعها في سيفه. فسخر منه تشي تشين واستخدم قوه البرق اللي عنده واللي كانت اضعاف قوه زو جينج، وعمل سيف عملاق خلاه يهدم بلوره الحمايه على زو جينج وهزمه. وكل الموجودين اتضايقوا منه اكتر. والمعركه اللي بعده بين هو والاميره شيان شو، لان هو عارفه انها صديقه تشي تشين فكانت عايزه تنتقم منها، وقالت لها انها تعلمها معنى الالم الحقيقي. وكل واحده منهم استخدمت اقصى قوه عندها وكل التقنيات اللي تعرفها، لكن الحقيقه اللي الكل عارفها ان قوه الاميره شيان شيو اكبر وهي اللي انتصرت. وفضلت التصفيات مستمره، وفاز وانج بتاني قتال، وكان تشي تشين فرحان بيه جدا لان قوته زادت بشكل ملحوظ. واخيرا خلصت التصفيات وظهر اقوى واحد في كل القتالات اللي حصلت، واتحطت صورته على كريستاله كبيره. وقبل ما يعرفوا هو مين طلع الحكم وقال لهم ان مبقاش فاضل غير 20 متسابق بس، وهم دول اللي عملوا تصفيات نهائيه مع بعض، وقسمهم كل اتنين وقفوا قتلوا بعض في ساحه قتال لوحدهم. وكان وانج واقف ضده مقاتل قوي جدا سبب له جروح كتيره وقويه، ومع ذلك قدر وانج انه يكسبه. وراح له تشي تشين اداله اكسير علاجي من معاه. وجه الدور على تشاو لينجشاو، وكان تشي تشين واقف قلقان عليها جدا، خصوصا ان المقاتل اللي قدامها قوي جدا، وفعلا وقع المقاتل من اول ضربه وانهى المعركه على كده. اما تشي تشين فوقف قدامه مقاتل عرفه بنفسه وقال له ان شياو جينج هونج، وقال له انه هيضربه 3 ضربات بس علشان يهزمه. فسخر منه تشي تشين وقال له انه عايز يشوفه وهو بيعمل كده لانه هيبقى سعيد جدا بيه. فطار شياو جينج هونج في الجو وطلع اقصى قوه عنده وعمل بيها اعصار كبير واتجه بيه على تشي تشين. وكان تشي تشين واقف ثابت ولا همه، وساب لحد ما طلع كل قوته وقال له انه عرض حلو، وعمل حركه واحده بس ونهى على التشكيل الكبير اللي كان معمول. مش بس كده، ده نهى على شياو جينج هونج خالص. والكل بدا يعتقد ان تشي تشين هو اللي هيكسب الجولات كلها وهيكسب لقب العبقري، بس برضه باقي المقاتلين كانوا اقوياء جدا وتقنياتهم كتيره. وقف تشي تشين يتفرج عليهم علشان يعرف نقطه ضعف كل واحد ويبقى مستعد كويس لو واجههم. وقبل ما ينتقلوا للمرحله اللي بعدها وقف الحكم وعالج كل جروحهم ومدهم بقوه كبيره، وبرضه قسمهم مجموعات. وكالعاده وقف تشي تشين بكل ثبات انفعالي والثقه اللي معظم المتسابقين وصفوها بالغرور، وبرضه ولا همه من اي حد، وساب المتسابق يستعرض قوته ويستخدم كل التقنيات اللي يعرفها ويجرب كل المحاولات علشان بس يضربه. وفي الاخر طلع مصفوفه وهدم بيها قوه المنافس اللي واقف ضده، وطلع سيفه ووقف استناه لما يهجم عليه، واترسمت على وشه ابتسامه كانه عايز يقول له مفيش فايده ومفيش داعي انه يتعب نفسه لانه في الاخر نهايته هتبقى على ايده. فعلا طلع سيفه الامبراطوري وضربه ضربه واحده وقعه فيها وجرحه جرح كبير، وبكده زود اعدائه اكتر. وفي النهايه ما بقاش فاضل من تصفيات المجموعه دي غير 3 مقاتلين، وهم تشي تشين ودايشين وليوشين. وبدات التصفيات للمجموعه الثانيه واللي كان فيها باقي اصحابه، واولهم وانج، وكمان الامير شيان شيو واللي كان من حظهم مقاتلين دونجلو الملثمين اللي يشبهوا الاشباح. والاميره قدرت تهزم المنافس بتاعها على عكس وانج، ووقفت في تحدي مع دايشين وطلب منها تستسلم بدل ما يجرحها لانها في كل الحالات مش هتقدر عليه وهيهزمها. فسخرت منه وقالت له ان قدرتها بالنسبه لقدرته ما ينفعش تتحسب لانها لا. وكان القتال ده بالنسبه للاميره تحدي كبير.
كانت عايزة تكسبه علشان تثبت قوتها وتحافظ على كرامتها، فاستخدمت تقنية الألف سيف ودعمتها بقوة كبيرة جدا. وبرضه للأسف قدر دايشن إنه يصد كل ضرباتها ويوجه لها ضربة بوحشه الروحي القوي، واستخدم تقنية التجسيد لحد ما قدر يجرحها، ووقعت الأميرة على الأرض وهي مجروحة. وانتهى القتال على كده لصالح دايشن. ووقف تشين للتصفية الثانية وقالت عليه هو إنه أكيد مجنون، لأن ما كانش بيخاف وبيسيب المقاتل اللي قدامه لما يستخدم كل قوته وممكن يأذيه. والمرة دي فعلا المقاتل اللي كان قدامه كان مستواه عالي جدا، وهو العبقري شوان زو، واللي وقف وقبل ما يبدأ معاه القتال سخر منه وقال انه يبقى بيحلم لو بيفكر بعد ما كسب المعركة الأخيرة انه هيقدر يكسب المعركة دي كمان وهيهزمه. فطلع تشين سيفه ومسكه واستعد كويس وهو بيضحك، وطلع شوان زو كرات متفجرة حدفها على تشين، بس تشين ما هموش وكسرها كلها بسيفه، وقال انه اسمه هيتنسي مع كل اللي اتنسوا، ولو حد افتكره فهيتقال عليه ان هو ده المقاتل اللي هزمه تشين. وطبعا الكلام ده ضايق شوان زو، فطار في الجو وطلع تقنية اليد العملاقة وهجم بيها على تشين، لكن تشين قضى عليها بسيفه. وبرضه شوان زو ما يقسش وجه يهجم على تشين فلقاه مستعد له بسيفه. وقتها تراجع شوان زو وسحب تشين في المصفوفة اللي عاملها علشان يقضي عليه فيها، وما كانش يعرف ان تشين هو اللي هيقضي عليه، وسحب كل الطاقة اللي في المصفوفة وخلاها تنفجر بيه. بس شوان زو كان فعلا عبقري وقدر انه ينقذ نفسه، ورجع وقف قدام تشين وقال له انه مش هيقدر يخلص منه بسهوله زي ما هو فاكر، وان هو اللي هيخلص منه. وقام وقف وكان بيستمد القوه من اللي حواليه، وقف يحضر ضربه مميته لتشين. ولما جنرال تشي شافه خاف جدا على تشين وقال ان دي هتبقى نهايته. وفعلا كان هجوم شوان زو على تشين شرس جدا، لكن بفضل السيف الملكي اللي مع تشين قدر انه يصد كل ضربات شوان زو اللي كانت نازله عليه زي المطره. والكل كان مستغرب منه جدا، حتى الجنرال تشي قال انسان مش طبيعي. اما شوان زو فكان تعب من كتر الهجوم وحتى قوته اختفت، فضحك تشين وقال له ان ده وقت الهجوم المناسب، ورفع سيفه للسماء وركز عليه قوه برق كبيره حوله لسيف عملاق صاعق ضربه بيه. وحس شوان زو ان قوته رجعت له تاني ووقف ضربه، وبسرعه جدا كان تشين عامل بلوره حمايه عليه وجمع قوه البرق تاني على سيفه. وحتى دايشن وباقي المنافسين اعترفوا ان قوه تشين مش عاديه ابدا. ولما حس شوان زو ان تشين لفت كل الانظار ليه، استخدم تقنيه تفجير الدم، ودي ادت له قوه مضاعفه. ولما جه يهجم على تشين برضه ما عرفش، وتشين هو اللي ضربه. وقف شوان زو هو رافض الهزيمه خالص واستخدم مصفوفه الموت، بس تشين فاجئه جه من وراه ضربه وحط جوه جيبه حجر من احجاره السحريه وبقى بيتحكم فيه، وخلى البرق يصعقه بقوه. واول ما لقاه حط رجله على دماغه قبل ما يقف تاني وطلب منه يستسلم والا هيقتله. وشاف الجنرال من الموجودين ان دي اهانه كبيره جدا وطلب منه يبعد عنه، بس تشين رفض. استغل شوان زو ان تشين مشغول وحدفه بطاقه كبيره جدا، فضربه تشين اكتر وسبب له جروح خطيره ورماه، فسحبه من الحكم بعيد بعد ما تحدد الفائز. والمعركه اللي بعدها كانت بين واحد من مقاتلين دونجلو وليو شين، وهما الاثنين قوتهم كانت مش عاديه، وقفوا قتلوا بعض لمده طويله جدا. وليو شين قاوم كتير، بس قوه مقاتلين دونجلو ما كانتش تقارن ابدا مع حد ومحدش كان قادر عليهم. وكان الدور على دايشن انه يواجه واحد منهم، وقبل ما يطلع على ساحه القتال استفز ليو شين وقال له انه ياخد له حقه بعد ما اتضرب. وطلع على ساحة القتال وبين قوة أول مرة يطلعها، وكان الكل واقف وقالوا عليه إنه يستحق لقب عبقري المسابقة. بس المنافس بتاعه كان ليه رأي تاني واستخدم تقنية السحق المميت، وواجهوا هما الاتنين بعض مواجهة مباشرة، كل واحد فيهم بيحاول يقضي على قوة التاني. واللي انتصر هو مقاتل دونجلو، وقف واجه تشين، وقبل أي حاجة وقف قال له إنه بيحترمه وبيحترم موهبته، ومن أول المسابقة وهو مستني اللحظة اللي هيقاتلوا فيها، مع إنه كان بيتمنى إنه ينضم لهم ويبقى واحد منهم ويزودوا القوة اللازمة علشان يبقى أقوى. فكان رد تشين عليه إنه مش بيتعاون مع مجرمين وإنه مش محتاج قوة زيادة لأنه أصلا قوي وأقوى منهم كلهم، والدليل على كده إنه هيهزمه. حس المقاتل بالإهانة فجهز قوته عليه وهاجمه، بس تشين كان مستعد له كويس واستخدم قوة البرق الصاعق وحدف عليه السكاكين الطايرة. فبعدها المقاتل عنه ومسك الأرض كلها، حط فيها مصفوفة متفجرة علشان يمنع تشين إنه يقرب، بس تشين ما هموش وفضل طاير وإصعاقه بالبرق، وواجه قوة المقاتل لحد ما قضى عليها وسيطر عليه ورفعه من الأرض وخلى البرق يكتفه وإصعاقه. وما اكتفاش بكده، ده كمان عمل مصفوفة الجحيم وحبسه جواها وضاعف تأثير البرق المميت عليه. وبعد عذاب وصراخ كتير من المقاتل هدي خالص وشال القناع اللي لابسه ورماه في الأرض، ونزل القناع رن في الأرض ونزل هو بعده ووقف يقاتل تشين، وكانت قوته كبيرة جدا. وتشين مستغرب ان في حد كده اصلا، الكل توقع ان تشين مش هيقدر يستحمل كتير، بس هو كان رافض انه يستسلم، وفضل يحاول انه يقضي على المقاتل واستخدم تقنيات ومصفوفات كتيرة، حتى قرر المقاتل انه يضربه بقطع من دروعه وبدلته السحرية. لكن تشين كان صحيله كويس جدا واخد باله وبعد عنه كل حاجة، وكان الجنرال تشي واقف وشايف كل حاجة هو وكل المنافسين التانيين، وكان فخور جدا بتشين وقال له انه موهوب موهبة نادرة
اما مقاتل دونجلو فكان خلاص جاب اخره واستخدم اقصى قوه عنده، وويف كمان جنرال مملكته قال انه متاكد من نتيجه المعركه دي وعارف مين اللي هيفوز فيها، وان تشين مش هيقدر يقاوم اكتر من كده وهينهار قدام قوه المقاتل بتاعه. بس هل فعلا دي حقيقه ولا تشين هيكسر كل القواعد ويقلب الموازين وهيكسب المعركه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه اللي جايه. لو عجبتكم حلقه النهارده ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد بنعمله.